السلام عليكم. طبعا كنا المرة اللي فاتت بدأنا في التأسيسات بتاعة فصل التكاثر، وكنا بدأنا في صور التكاثر اللاجنسي، وأخدنا أول صورة من صور التكاثر اللاجنسي. حد يفكرني كانت إيه الصورة دي؟ الانشطار انشطار الثنائي. الصناعي. تمام، برافو عليكم، الانشطار الثنائي. النهاردة بإذن الله تعالى هنكمل الدرس كله، هناخد باقي صور التكاثر اللاجنسي. عندي تاني صورة من صور التكاثر اللاجنسي، حاجة اسمها التبرع. ايه هو التبرعم ده؟ التبرعم ده يعتبر تاني ابسط صورة من صور التكاثر اللاجنسي بعد الانشطار الثنائي. والتبرعم ده هو ممكن يحصل عادي في كائنات وحيدة خلية، وممكن يحدث في كائنات عديدة خلايا. لكن المرة اللي فاتت الانشطار كان بيحدث في كائنات ها وحيدة وحيدة الخلية. وحيدة الخلية. وحيدة خلية فقط. ممكن تكون أوليات زي بكتيريا. بكتيريا، بكتيريا. وممكن تكون حقيقيات زي الأميبا. البراميسيوم والأميبا. الأميبا والبراميسيوم واليوجلين. خلاص. طيب النهارده هناخد التبرعم. التبرعم ده هو بيعتمد على ان الفرد الجديد بيظهر كبرعم. يعني ايه بيظهر كبرعم؟ يعني بمعنى اصح كبروز على الفرد الابوي، بمعنى اصح كده، او بالعاميه بتاعتنا عارفين كانه كله كده، وبعد كده بينفصل عن الفرد الأبوي وبينمو كفرد مستقل بذاته. معلش يا ناس، ممكن توضحي لي؟ التبرعم هناخده السنة دي في فطر الخميرة، وهناخده في كائنين بحريين اللي هما الهيدرا والإسفنج. أي حاجة هناخدها على الهيدرا هنثبت معاها الإسفنج. هما الاتنين بسبب إن هما تطورتهم البيولوجية واحدة، وإن هما كائنات بحرية واحدة، فهما الاتنين بيسلكوا نفس المسيرة في التكاثر بتاعهم. أول حاجة هنشوف التبرعم في كائنات وحيدة الخلية، بس هتكون وحيدة الخلية وحقيقيات نواة. قلنا أوليات النواة اللي هي البكتيريا بتعمل انشطار ثنائي، بس ما بتعملش أي حاجة غير الانشطار الثنائي. طيب، وهناخدها في كائن عديد ايه؟ كائن عديد خلايا اللي هم هيدرا. تمام. زائد اسفنج. اي حاجه هناخدها على الهيدرا لان هو المقرر عليكم تفصيليا، هتبقوا عارفين ان الاسفنج بيعمل زيه. خلاص. طيب، كائن وحيد خليه زي فطر الخميره، هناخد ده فطر الخميره. طبعا في فطريات تانية زي فطر عيش الغراب وفطر عفن الخبز، دي برضو فطريات، بس دي لما نيجي ناخد هنلاقيها بتتكاثر بالجراثيم. يبقى كده معناها لما انا اجي اسأل سؤال واقول ما مدى صحة العبارة ان جميع الفطريات تتكاثر بالجراثيم، غلط. او ان انا اقول لك جميع الفطريات تتكاثر بالتبرعم، غلط. فانا عندي فطريات وحيدة خلية زي فطر الخميرة ده يتكاثر بالتبرعم، وفطريات عديدة خلايا زي عيش الغراب وعفن الخبز ده يتكاثر بالجراثيم. خلاص. طيب، فطر الخميرة. فطر الخميرة ده اللي هو الخميرة الباودر دي اللي احنا بنحطها، مش هقول لكم في عيش عشان مش كل الناس بتعمل عيش، بنحطها في عجينة البيتزا. تمام. انتي بتلاحظي ايه لما بتحطي الخميرة بعدها بشوية؟ ايه اللي بتلاحظيه في العجينة؟ ايه اللي حصل لها؟ ها؟ كبرت من مم؟ بعد. حاجة. زادت، صح، حجمها زاد وكبرت. طيب يا ترى هو زادت وكبرت دي بسبب ايه؟ زادت وكبرت دي بسبب ان احنا هيئنا لفطر الخميرة ظروف معينة علشان يتكاثر ايه؟ يتكاثر فيها. طيب ايه هي الظروف المعينة اللي بيحب فطر الخميرة ان هو يتكاثر فيها؟ بيحب فطر الخميرة ان انت تحطي له وسط دافئ. ولا قلنا هو زي البكتيريا كده، ولا بيحب الحاجة باردة قوي ولا بيحب الحاجة مغلية او سخنة قوي، لان سخنة قوي بتموته، مغلية وساقعة قوي بتوقف نشاطه. فبيكون وسط دافئ، زائد ميه، ان هو لازم رطوبة في الموضوع، زائد حاجة زي مغذيات ليه يتغذى عليها علشان ايه؟ علشان ينقسم. لو جيتوا ركزتوا، الناس الشاطرة طبعا في المطبخ يقول لك ايه؟ يقول لك ان اي حاجة بتحط فيها خميرة تحطي معاها رشة ايه؟ رشة سكر. سكر. تمام. طيب ليه؟ لأن دي هتعتبر المغذي اللي هيستخدمه فطر الخميرة علشان يعمل تكاثر. فوقتها دايما تكون مية وتكون دافية ونحط رشة سكر. هم دول الحاجات اللي بيحتاجها الخميرة علشان يعمل تكاثر.
عارفين بودرة الخميرة الواحدة؟ انتوا بتلاقوها بودر صغير كده لونه أبيض. البودراية الواحدة دي كائن خميرة واحد. خلاص. طيب، فأول ما نهيأ له الظروف فبيتكاثر، فكمية حجمه بيكبر، فوقتها بيروح ايه؟ بيروح ينفش الايه؟ ينفش العيش. خلاص. طيب، وقتها هيجي يسألك ساعات سؤال يقول لك هو عمل العيش ده أصلا معتمد على إيه؟ يعني معتمد على الخميرة عملت إيه؟ فعندنا عمل العيش معتمد على إن فطر الخميرة بيعمل عملية تنفس خلوي. ان هو فطر الخميره بيتنفس وبيطلع ثاني اكسيد كربون. فاول ما احنا ناخد رغيف العيش ده هوت وندخله الفرن بنلاقيه نفش. نفش دي ليه؟ علشان نواتج التنفس الخلوي اللي هي الغازات الناتجه منه بدات تنبعث، فوقتها بتعمل غاز جوه رغيف العيش، فوقتها بنلاقيه ان هو ايه؟ اللي هو نفش كده. خلاص يا شباب. طيب، هو بقى بيتكاثر ازاي؟ بيتكاثر ازاي؟ بيبقى عندي فطرة خميرة واحد بنسميه الخلية الأم، لأن احنا قلنا دي صورة تكاثر لا جنسي، وصورة التكاثر لا جنسي غالبا ما تعتمد على فرد أبوي ده أبوي واحد. في إنتاج الأفراد الجديدة. تمام، برافو عليكم. وحقيقيات نواة، يعني لازم هنلاقي جواه نواة، والنواة دي الدي ان ايه اللي موجود فيها بيبقى فيه صورة دائرية ولا صورة كروموزومات؟ كروموسومات. كروموزومات. تمام. طيب، أول حاجة قلنا الانقسام التكاثر اللاجنسي غالبا ما يعتمد على انقسام ميوزي ولا ميتوزي؟ ها؟ ميتوت. ميتوزي. ليه؟ لأن مفيش فرد هيشاركه، فوقتها هتبدأ النواة دي تعمل انقسام ميتوزي. طيب، والجدار بتاع الخلية اللي بره هيبدأ يتشكل منه بروز. بصوا، هيبدأ يطلع بروز فيه كده. طيب، والنواة دي قلنا لما الحاجة تنقسم ميتوزيا بتدي اتنين ولا تدي أربعة؟ اثنين. اتنين. اتنين. ميتوزي بتدي اتنين، فأنا كده النواة دي هتدي نواتين. نواة تظل في الخلية الأم وتهاجر النواة الأخرى إلى البرعم الصغير أهو. تمام. بعد كده بيبدأ يكمل الغشاء الخلوي بتاع الخلية، ويبدأ يعمل زي جدار فاصل ما بين الخلية الأم والبرعم الصغير، ويبقوا كده موجودين بالصورة دي. طبعا ده البرعم الصغير اهو. البرعم الصغير عشان كده سميناه تكاثر بالتبرعم، وده يمثل عبارة عن فطر خميرة جديدة. تمام. طيب، ايه مصيره بقى؟ هيبقى عامل زي القتب فمه كده وماسك فيها، ولا مصير حياته ايه؟ عنده خيارين، والخيارين دول مش معتمدين على ظروف معينة ان هو اقول لك في الظروف دي يحصل كذا او كذا، لا دي هي بتبقى بطريقة عشوائية. يا اما يظل الفطر الجديد او البرعم الصغير متصلا بالخلية الام، دي كده بنسميها الخلية الام، او ينفصل عنها. يعني يا اما ماسك فيها يا اما منفصل عنها، يا اما ان يظل متصل أو ينفصل وينمو مستقلا بذاته. نلاقي الأم لوحدها وهو لوحده، ينمو شوية وبعدين هو يبدأ يطلع براعم ويكبر، والبراعم تسيبه وتبدأ تطلع براعم، وهكذا. أو أن يظل متصلا في الخلية الأم ويفضل ماسك فيها ويكون برضو فيها براعم وهو ماسك فيها، فنلاقي ادي الخلية الأم اهو. نلاقي البرعم الصغير ده يكبر شوية ويطلع برعم صغنن تاني، والبرعم ده هو يكبر شوية ويطلع برعم، والبرعم ده يكبر شوية، وهكذا. ده ما يمنعش الأم إن هي تطلع براعم من ناحية تانية عادي، يعني ممكن نلاقيها مطلعة من الناحية دي برضو عادي. طيب، لو جينا ركزنا ولاحظنا هنلاقوا خميرة ماسكة في خميرة ماسكة في خميرة، واحنا قلنا الخميرة الواحدة عبارة عن خلية واحدة ولا أكتر من خلايا الخميرة الواحدة؟ خلية واحدة. خلية خلية واحدة. فلما يبقى خميرات ماسكة في بعضها يبقى كده هم عملوا حاجة اسمها كتلة خلوية، كتلة من الخلايا ماسكة في بعضها، فبنسميها يا إما كتلة خلوية أو مستعمرة خلوية، مستعمرة من الخلايا مكلبشة في بعضها. خلاص يا شباب. طيب، ده كده فطر الخميرة. هل في أي صعوبة شايفينها فيه؟ طيب، دايما بيجي يقارن لك ما بين التبرعم والانشطار الثنائي. أول حاجة بيقول لك ايه مصير الفرد الابوي. لو جينا ركزنا هنا هو في ايه مصير الفرد الابوي؟ هل تلاشى ولا ظل موجود؟ موجود. 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 يبقى ده الفرق اللي ما بينه وما بين الانشطار، لكن الانشطار كان الفرد الابوي فيه يختفي ها تماما. كان التلاشى.
كان يتلاشى عند الايه، عند الانشطار بتاعه. طيب حاجة تانية، لو جينا ركزنا هنا، الفرد الابوي هنا طلع خلية واحدة ولا طلع خليتين؟ خلية واحدة. خلية واحدة. هناك في الانشطار كان الفرد الابوي ينقسم ويدي خليتين. خليتين، والاتنين كانوا بيبقوا جداد. لكن هنا خلية قديمة بتاعت الأم، والخلية الجديدة بس هي بتاعت فرد فرد واحد بس. طيب لو جينا ركزنا هناك، كانت الخلايا الناتجة بيبقوا الاتنين ليهم نفس نفس الحجم، صح؟ مم. طيب عاوزاكم تعرفوا ان الحاجة اللي بتحدد حجم الخلية هي كمية السيتوبلازم بتاعها. يبقى كده معناها ان الاب جه كده وراح قال لدول خدوا انتوا السيتوبلازم ده، وخدوا انتوا السيتوبلازم ده، وانتوا الاتنين خدوا سيتوبلازم قد بعض بالظبط. فطلعت الخلايا حجمها قد بعض بالظبط. ولما راح عطى ده نواة وعطى ده نواة، النواة دي زي دي، يبقى عطاهم هما الاتنين برضو نفس المادة نفس المادة الوراثية، صح؟ طيب لو جينا ركزنا هنا على الفرق ما بين حجم الخلية الأم وحجم البيبي الجديد أو البرعم الجديد. أول حاجة هو طبعا عطاها خلاص نواة زيه زيها، يبقى كده عطاها مادة وراثية زيها ولا لأ؟ أيوة. تمام. طيب لما نيجي نبص بقى على كمية السيتوبلازم اللي هي بتتحدد بناء عن الحجم، فهل الاتنين ليهم نفس الحجم؟ لا. لا. لا، يكون البرعم حجمه أصغر من حجم الخلية الأم. الحتة دي بتيجي كتير قوي، إن هو بيقول لي حاجة اسمها توزيع سيتوبلازمي وتوزيع وراثي أو توزيع نووي. فإحنا عندنا التبرعم يتميز بإن هو بيعمل توزيع وراثي أو توزيع نووي اسمه متساوي، يعني ما بينه وما بين الخلية الأم. ولكن عنده توزيع سيتوبلازمي ماله غير متساوي، يعني مش بنفس الدرجة. لكن لما نيجي نبص بقى على على الانشطار، لو جينا نتكلم على التوزيع النووي بتاعه ماله متساوي، لان الخلايا الجديده بتبقى محتويه على نفس الماده الوراثيه طبق طبق الاصل ده التوزيع. والسيتوبلازم تساوي برضه. والتوزيع السيتوبلازمي بما ان الخلايا ليها نفس الحجم، يعني عندها نفس الكميه من السيتوبلازم، هيكون برضو متساوي، عشان هتلاقوها في بعض الاسئله في الكتب الخارجيه. خلاص طيب، ده فيما يخص فيما يخص التبرعم في فطر الخميرة. نيجي بقى نشوف التبرعم في كائنات عديدة الخلايا زي الهيدرا والإسفنج. للعلم إن الهيدرا والإسفنج عبارة عن نبات بحري، لا، هو الهيدرا ده عبارة عن حيوان بدائي بحري. خلاص. طيب شكل الهيدرا يا شباب بيبقى عامل كده كده كده، وبيبقى له حاجة اسمها لوامس كده كده، حاجة زي شبه ايدين قنديل البحر كده كده اهو. ده كده كائن هايدر. خلاص، كائن الاسفنج هبقى ابعت لكم صورته، اللي هو شبه المرجان، شبه المرجان اللي في المية تحت. فوقتها اللي هو موجود في القاع ده، في ناس يعني الناس اللي هم الغطاسين وكده، اللي هم مثلا يغيبوا ويرجعوا يلاقوا حجم المرجان ده كبر. في ناس كانت معتقدة ان هو حاجة جماد. لا، طب هو عمال يكبر دي ليه؟ عمال يكبر دي وياخد مساحة أوسع، ده كده معناها ان هو بيتكاثر وحجمه بيزيد. فهو عنده الهايدرا والإسفنج عندهم يتكاثروا بالتبرعم، وكمان شوية هنشوفهم ان هم يتكاثروا بالتجدد ويتكاثروا جنسي بالأمشاج. يعني كده هم عندهم 3 صور من التكاثر، 2 لا جنسي وصورة جنسي. خلاص. طيب ايه بقى اللي بيعمله بقى كائن الهايدرا ده؟ كائن الهايدرا ده هو تلاقينا ان هو عنده حاجة اسمها خلايا تكاثرية. طبعا ده عديد خلايا، يعني هنحتاج عدة خلايا عشان تتكاثر، مش خلية واحدة، خلايا تكاثرية. ايه هي الخلايا التكاثرية دي؟ شوية خلايا كالكوعة خلايا كده. الخلايا دي هي اللي لما تكبر تروح تديني برعم جديد، البرعم الجديد ده هو اللي هيمثل هيدرا جديد. الخلايا التكاثرية دي كان ليها مسمى خلايا بينية. هي الكلمة دي سمعناها فين قبل كده؟ تكوين الخلايا البينية اللي في خصية الرجل.
برافو عليكي، موجودة في الخصية بتاعت الرجل اللي كانت مسؤولة عن إفراز الهرمونات الذكرية لما بيأثر عليها هرمون ال LH. تمام. طيب أنا كده معناها إن الخلايا البينية ساعات بيجي يسألني يقول لي إن إحنا ممكن ألاقيها في كائنات أولية أو كائنات بدائية، وممكن ألاقيها في كائنات الأعلى رقيا. فوقتها كائنات الأعلى رقيا زي الإنسان الإنسان. وزي الحيوان هنلاقيها موجودة في الخصية بتاعت الذكر، والكائنات البدائية موجودة في كائن الايه، كائن الهايدرا، واللي بتمثل وقتها دور مهم في إنتاج البراعم الجديدة. لكن في الإنسان ما كانش ليها علاقة بإنتاج الأفراد الجديدة، بس كانت مهمتها ظهور العلامات البلوغ على الذكر عشان هي بتفرز هرمونات الذكور. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتبقى موجودة كده هنا على جانبي الايه، على جانبي البرعم الاب او الفرد الابوي، الفرد الابوي. وبتبدأ تعمل انقسامات ميتوزية، وقلنا لما الانقسامات بتحصل يعني عدد الخلايا بتزيد، وفي كل انقسام ميتوزي بيطلع عندي ايه؟ بيطلع عندي خليتين جداد. فتخيلوا عمالة تعمل خلية بينية 4 خلايا، يروح يعملوا انقسام ميتوزي، يروح يطلعوا لي 8 خلايا، 8 يطلعوا 16، 2، وهكذا. فالخلايا عمال عددها ايه؟ عددها يتضاعف. الانقسام الميتوزي عموما لما بيحصل بيؤدي إلى بسبب زيادة عدد الخلايا نمو الشيء. فنلاقيه تدريجيا البرعم عمال ايه؟ عمال يكبر 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 لحد مرحلة معينة. بعد المرحلة دي يبدأ يحصل له ايه؟ ينفصل عن الفرد الأبوي، مش يظل متصل. يبقى احنا كده اللي بيختلف فيما يخص الهيدرا عن الخميرة، أول حاجة ده عديد، ها، الخلية خلايا، الخلية. وده وحيد خلية. الخلية ده مصير البرعم الجديد ان هو ينفصل، لكن هو ينفصل. هنا ليه مصيرين، اما ان ينفصل او يظل ايه، او كما يظل هو متصل مكونا ما يسمى به مستعمرة عبارة خلوية. وخلوية. لكن الهيدرا او الهيدرا ما بينفصل وما يقدرش ان هو يكون مستعمرة خلوية. خلاص. طيب، فبينفصل البرعم الصغير ده عن الفرد الأبوي، وبيبقى مطابق ليه، حجمه أصغر. نركز في الحاجات دي كويس. مطابق ليه تماما في الصفات، ونفس مادته الوراثية، وكوبي منه بالكربون. بس الفرق الوحيد هو حجمهم، حجمه بيبقى أصغر. وبعد كده بيروح يحصل له نمو لحد ما هيوصل ليه حجم الفرد الأبوي مثلا، وخلاص بيبدأ يثبت على الحجم ده، ويبدأ هو بقى يطلع براعم صغيرة، والفرد الأبوي يبدأ يطلع براعم جديدة بعد ما البرعم ده بينفصل عنه، وهكذا. خلاص. طيب، ده كده كان فيما يخص الايه، فيما يخص كائن الهايدرا. هقول لكم معلومه زياده عن الاسفنج، هي يعني مش موجوده عليكم، بس الاسفنج بيقدر يعمل ينفصل او يظل متصلا عادي يعني. اللي هو شبه المرجان كده، ممكن ان هو يفضل يكبر 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 في مكانه من غير ما ينفصل. طبعا انا درس النهارده ده هبعت لكم ليه فيديوهات كتيره قوي توضيحيه بتاع الكائنات دي بتعمل الحاجات دي ازاي. خلاص. طيب، هل حد عنده أي سؤال في التبرع؟ مم. طيب كده التبرعم خلص في كائنات وحيدة الخلية وكائنات عديدة الايه؟ عديدة الخلايا. نبدأ بقى دلوقتي نشوف ثالث صورة من صور التكاثر، وهي التجدد. التجدد دي كنتوا أخدتوا عنها قبل كده فكرة، اللي هو نجم البحر. طبعا التجدد ليه أهداف مختلفة، يعني مش شرط كل تجدد يحصل بيؤدي لإنتاج أفراد جديدة. يعني عندي مثلا الإنسان، الإنسان ممكن يعمل تجدد، بس التجدد بتاعه بيقتصر على إيه؟ مثلا جرح. في بعض الحيوانات اللي هي أقل رقيا من الإنسان، مثلا لما تيجي تعمل تجدد بتعمل تجدد مثلا عشان تعوض ديل، تعوض دراع. فوقتها في كائنات بيقتصر فيها التجدد على تجديد أنسجة، تعويض أعضاء. لكن في كائنات وصلت بيها الدرجة إن إحنا لو قطعنا حتة منها، مش الحتة دي تتعوض، لا، الحتة اللي اتقطعت منها دي تنمو لفرد جديد مطابق للي اتقطعت منه.
تمام. لكن الانسان عمره ما مثلا اتبطر مثلا صباعه او حاجه ورحنا لقينا الصباع ده اتحول لبيبي، استحاله بيحصل كده. تمام. ليه؟ لان هو كائن راقي. طيب انا كنت كده، انتوا لاحظتوا ايه من كلامي؟ ان كل ما الكائن يبقى راقي كل ما كان التجدد اللي بيدي افراد جديده ما بيحصلش، وبيكون التجدد اللي غرضه تعويض بس هو اللي بيحصل. فكده هتكون علاقه ايه لما اقول درجة عكسية. رقي، برافو عليكي، رقي الكائن الحي والقدرة على التكاثر، يعني إنتاج أفراد جديدة بالتجدد. فوقتها هتكون كلما زاد الرقي قلت القدرة على تكاثر الكائن ده بالإيه؟ بالتجدد. طيب نبدأ نشوف دلوقتي غرض الإيه؟ غرض التجدد. إن أنا عندي التجدد ده يا إما غرضه تعويض. ده تعويض في الكائنات الإيه؟ في الكائنات الأكثر، ويكون بغرض تكاثر في الكائنات الايه؟ الاقل رقيا. تمام. طيب نبدأ نشوف التعويض ممكن يعوض ايه بقى التجدد. اول حاجة ممكن يعوضها فهو ممكن يعوض حاجة اسمها الأنسجة التالفة، وممكن يعوض الجروح ويعمل التئام للجروح. احنا عندنا لما في جرح بيتعور او مكان بيتجرح بنلاقي ان المكان ده هو نتجت فيه خلايا مطابقة للخلايا اللي تلفت تماما وبس كده، مش بيطلع الجرح ده بيبيهات خالص. فوقتها بسبب ان الانسان ده هو من الكائنات ها الراقية والأعلى رقيا، فوقتها كلما زاد الرقي كلما كان يقتصر التعويض على تعويض أنسجة تالفة والتئام للجروح فقط. كل ما تدنينا شوية وباقي الكائن أقل رقيا كل ما التجدد كان أوضح أو كان بيعمل حاجة أكبر. لما نيجي نبص بقى على مثلا القشريات زي مثلا الجمبري وزي الاستاكوزا، ممكن بعض انواع البر مائيات زي حاجه اسمها كائن السلمندر. كائن السلمندر ده يا شباب ده شبه السحليه كده بالظبط. بس هو الفرق ان هو بيعيش زي الضفدعه وبيبقى جلده ناعم كده ومنقط. هبعت لكم فيديو ليه. لقينا كائن السلمندر ده لو اتقصت ايده او حاجه اي اطرف من اطرافه بعدها بفتره بنلاقي ان الطرف ده عوض نفسه وطلع طرف مكانه. نفس النظام في حاله القشريات. القشريات دي اللي هم عندهم ارجل كتير زي عند الجمبري والاستاكوزا، لو في رجل فقدها بيعوضها وبيطلع رجل مكانها. فوقتها بنلاقي ان الكائنات دي عشان هي اقل رقيا شويه صغيره فلقينا ان اثر التجدد بدأ يبقى واضح شويه او بيبقى تجدد على كبير شويه. فنلاقيه في الكائنات دي بيهدف إلى تعويض الأجزاء المفقودة طبعا، وهيعمل التئام للجروح لو حصل جرح في أي حتة غير الحتت اللي بتتعوض يعني خلاص. وتعويض الأجزاء المفقودة والتئام الجروح خلاص. طيب الكائنات بقى اللي بتعمل تجدد ولكن بغرض التكاثر ان هي يوم ما يتقطع حته الحته دي تدي فرد. هناخد 3 كائنات. طبعا التجدد بالتكاثر شائع في بعض انواع الديدان وموجود في الهايدرا والاسفنج وموجود في نجم البحر خلاص. طيب اول حاجه عندي او اول كائن هناخده وهو نوع من انواع الديدان، حاجه اسمها دودة البلاناريا. ايه دودة البلاناريا دي؟ دودة البلاناريا دي نوع من انواع الديدان اسمها ديدان مفلطحة. للعلم ان الديدان عموما في منها انواع حاجة شبه الخيطة ورفيعة خالص ورفيعة جدا جدا جدا، وفيها اسطوانية بتبقى زي الخيطة بس على تخين شوية، وفيها شريطية بتبقى عاملة زي الشريط بالظبط ومخططة كده، وفي منها مفلطحة. مفلطحة بقى دي اللي ينتمي ليها دودة البلاناريا. مفلطحة كأنه حد دايس عليها كده خلاص. طيب شكلها عامل ازاي بقى دودة البلاناريا؟ عاملة كده 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 كده. اهي دودة البلاناريا وهبعت لكم فيديو ليها وهي بتتكاثر بالتجدد.
ودي كده حاجة اسمها زي عيون كاذبة، لأن هي كائن بدائي خالص، فعشان كده ما فيهاش بقى عيون وحاجات زي الكائنات الراقية. طيب، دي دودة البلاناريا. دودة البلاناريا دي دودة بتحب تعيش في مياه عذبة، ولما تتكاثر في مية شرط تكون المية عذبة. الكائن هو لو حطيناه في ميه مالحه مش هيتكاثر. طيب، هو الدوده دي بتعمل ايه؟ الدوده دي اللي ممكن تدخل لجسم الانسان وبتعمل تليف كبدي. خلاص. طيب، بتعمل بقى ازاي تكاثر بالتجدد؟ يعني ازاي بتتقطع وتروح تدي كل حته تتقطع تديني فرق؟ على حسب. اول حاجه ان هي ممكن تروح تعمل تكاثر بالتجدد عند قطعها طوليا الى جزئين. يبقى وقتها لو قطعناها طوليا، بس شرط تبصوا على الشروط دي كويس، شرط لجزئين، يبقى معناها ان هو لو جه قال لي طوليا لثلاث اجزاء مش هتعمل ايه؟ مش هتعمل تجدد. خلاص. طيب، هنلاقي ان كل نص من دول قدر يكمل نفسه يديني دودة جديدة. ادي حتة اهي، وادي الحته التانية. انا طبعا الحتت الجديده بتبقى مطابقه للقديمه بالظبط، بس انا طبعا برسم بالوان مختلفه عشان تميزوا ان في حته جديده وحته ايه، وحته قديمه. وادي جزء، وادي جزء اهو. كده انتوا ايه؟ اتكون عندي دوتين جداد. انا كنت بادئ بواحده وانتهيت باتنين، يبقى كده في افراد زادت، يبقى ده كده تكاثر. خلاص. او من الممكن ان يتم قطعها عرضيا بالعرض لأكثر من جزء عادي، لأكثر من جزء. اللي بيحددها وقتها هو على حسب حجم الدودة. كل طبعا ما كانت الدودة كبيرة كل ما هقطعها عرضيا لأجزاء إيه؟ أجزاء أكتر. فأنا لو جيت قطعتها كده، كده أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس أجزاء. كل جزء من دول هيروح يكمل نفسه لحد ما يبقى دودة كاملة. وقتها هلاقي نفسي ان انا بي عندي خمس ديدان في النهاية. يبقى كده ده حصل ايه؟ حصل تكاثر. خلاص. طيب، يبقى انا عندي العرضيا عادي لاكتر من جزء، لكن الطوليا لازم يكون الى ايه؟ الى جزئين. وشرط تاني ان الحاجة دي تحصل في مية ايه؟ مية عذبة. كان جايب له في سنة من السنين الرسمة دي بالظبط، ويقول لك ماذا يحدث عند تقطيع دودة بلاناريا عرضيا لخمس أجزاء في مياه مالحة. عايز عدد الديدان الناتجة، وكاتب له صفر واحد اتنين خمسة. صفر. وقتها هتكون الإجابة صفر. دي نفس النظام كده زي لما قلت لكم لازم الظروف تبقى متوفرة، زي حالة البكتيريا. لما أجي أقول لكم لو بكتيريا عملت خمس انشطارات في كوباية الواحد بيحتاج مثلا نص ساعة، فانا لو سايبه بكتيريايه في كوبايه زبادي 3 ساعات في فريزر هتطلع كام بكتيريايه؟ وقتها قلنا مفيش. برضو كام؟ قلنا صفر، لان لازم البكتيريا علشان تنقسم وتنشطر لازم يبقى درجه حراره معتدله. نفس النظام لو جيت قلت لك الافتراض ان فطر الخميره بيعمل كل مثلا نص ساعه مره تبرعم، وانا شايلاه في برطمان جاف مغلق في باب التلاجة، وقتها كام البراعم الجديدة اللي هتخرج؟ مفيش ولا برعم هيخرج وقتها. خلاص يا شباب. طيب، فلازم نركز القوي قوي قوي في الظروف اللي حوالين الكائن. الا الحاجه الشاذه بس هو فطر الاميبا. سوري معذره، ما هو مش فطر الكائن الاميبا الاولي. وقتها الكائن ده هو لو اتعرض لظروف غير مناسبه هو بيقدر يتكيف معاها وبيحوط نفسه بغلافا كيتانيا من الخارج، ويبدا ينشطر ويستمر انشطاره حتى على الرغم من الظروف الغير مناسبه. خلاص. طيب، نيجي بعد كده لتاني كائن وهو كائن الهايدرا. وقلنا أول ما نلاقي الهايدرا نثبت معاه كائن سفنج. الإسفنج. خلاص، يبقى دي تاني صورة من صور التكاثر اللاجنسي ليهم هما الاتنين. بيعمل إيه بقى كائن الهايدرا؟ برضو بيتكاثر بالتجدد. إزاي؟ بس ده ليه شروط، أو شروط أعلى يعني شوية. أول حاجة أنا عندي كائن الهايدرا أهو، وآدي اللوامس بتاعته. خلاص يا شباب. طيب، ده عندي كائن الهايدرا اهو، وادي اللوامس بتاعته. تمام. كائن الهايدرا ده بقى ايه؟ اذا تم قطعه طوليا لجزئين
لا يتكاثر. يبقى كده معناها ان القطع الطولي في كائن الهيدرا مش بيخليه يتكاثر، ولكن إذا تم قطعه عرضيا لأكثر من جزء فإن كل جزء ينمو ليعطي كائن هيدرا جديد. خلاص يا شباب، يبقى الفرق في ما بين الهايدرا وما بين البلاناريا ان البلاناريا ممكن طوليا وممكن عرضيا عادي، بس الطوليا قلنا شرط الى ايه، الى جزئين، لكن عرضيا عادي لاكتر من جزء. والهايدرا طوليا لا، وعرضيا لاكتر من جزء. خلاص طيب. كان مرة جايب سؤال في امتحان من امتحانات، وجايب للإنسان، ممكن على فكرة في الإنسان ممكن التعويض يكون تعويض عضو مش طرف من الأطراف. عارفين زي ايه؟ عارفين زي زراعة الكبد. اه. زراعة الكبد ان الواحد وقتها كان بيروح ياخد فص كبد من شخص، طبعا لازم يكون قريب منه وراثيا عشان جسمه ما يقتلش البكتيريا، ما يقتلش الكبد. وبياخدوا الفص دهوت وبيحطوه في جسم الايه، جسم الانسان. بعد فترة الفص ده بيكمل نفسه، تمام، وبيبقى خلاص كبد كاملة. والشخص اللي احنا خدنا منه حتة بيعوض الايه، بيعوض الحتة اللي احنا اخدناها دي برضه، بيكمل الكبد بتاعته كاملة. فجي كان مرة جايب لكم في امتحان وراح جايب كبد، صورة كبد، حتة فص كده، وكملت نفسها الكبد ايه، لكبد كاملة. وجايب كائن هايدرا ومتقسم ايه، متقسم ليه 3 أجزاء عرضيا. راح جه بيقول لي هو ايه الاختلاف ما بين الصورتين. ايه الاختلاف ما بين الصورتين؟ ان هو كبد بتنمو الكبد كبيرة او بتكمل نفسها، وهايدرا 3 أجزاء هينمو. فجه بيقول اول حاجه ان ايه هما اللي متفقين فيه. فبيقول لك تكاثر اول حاجه الايه، تكاثر بالتجدد. اول حاجه لا، تكاثر بالتجدد دي غلط، لان انت عارفه يعني ايه تكاثر بالتجدد، يعني التجدد هيدي افراد جديده، اه. وانت هنا عندك دول ما فيش افراد جديده. هما الاثنين بيعملوا تجدد، بس واحد تجدد تعويض، واحد تجدد تكاثر. فاول حاجه كان سائلهم صوره التكاثر، طبعا لا ده هنا مش تكاثر اصلا، ده بس اللي تكاثر. كان جاي سائلهم آه، عدد ده اللي احنا هندور على هندور على الاختلاف مش الشبه. كان قايل لهم نوع الانقسام الذي يعتمد عليه كل منهما، الاثنين هيعملوا انقسام ميتوزي عادي، يبقى ده مش اختلاف. عدد الصبغيات اللي هتنتج عن مرة الانقسام الميتوزي، هنا هتكون مطابقة للي قبلها وهنا هتكون مطابقة للي قبلها، ما بتتغيرش عادي. عدد الخلايا الناتجة عن مرة الانقسام الواحدة سواء ميتوزي هنا أو ميتوزي هنا، عدد الخلايا اللي هتخرج هنا 2 في المرة الواحدة واللي هتخرج هنا 2 في المرة الواحدة. الانقسام الميتوزي دي حاجة ثابتة. الغرض من الانقسام في كل منهما، فكان هنا هو ده تعويض. الايه، ده ايوه. الاختلاف، ان هنا الغرض من الانقسام مجرد تعويض العضو بس، لكن هنا الغرض من الانقسام هو انتاج افراد جديده وتكاثر. خلاص يا تكاثر. شباب، تمام. نعمل ميوت الدوشه اللي حوالينا دي. خلاص تمام طيب. نبدا بقى نشوف الكائن الثالث اللي بيعمل بالتجدد. احنا خدنا البلاريا والهايدرا، نشوف الكائن الثالث بقى. الكائن الثالث اللي بيعمل تكاثر بالتجدد هو نجم الايه، نجم البحر. هنمسح دي كده ونشرح مكانه. نجم البحر اصلا مش بيعمل بالتجدد بس، هو بيعمل اصلا والصورة الاساسية للتكاثر بتاعته هو تكاثر جنسي بالامشاج. يبقى انا عندي نجم البحر، صورة التكاثر الاساسية والرسمية بتاعته هو تكاثر جنسي بالامشاج. عنده امشاج، عنده ذكر وانثى وبيطلعوا امشاج مذكره وامشاج مؤنثه وبيتجوزوا وبيطلعوا نجم بحر جديد. امال التجدد دي بيعملها امتى؟ التجدد دي بيلجأ ليها فقط في حاله تعرضه للافتراس من كائن بحري اخر، او ان هو اتخانق مع كائن تاني في الميه فالكائن ده قطعه، فوقتها هيضطر ان هو يعمل تكاثر بالتجدد. فكده التكاثر بالتجدد في نجم البحر ما هي الا حالة اضطرار، يعني مش دي الصورة الأساسية بتاعته. خلاص طيب. بيعمل ايه بقى نجم البحر؟ واكتشفوا الموضوع ده ازاي؟ الموضوع ده هو ما جاش صدفة، الموضوع يعني ما جاش بالبحث، هو جه صدفة. ازاي بقى؟ ان كان في ناس بتحب تربي حاجة اسمها
محار اللؤلؤ. محار اللؤلؤ ده كائن اصلا اللي كنتوا بتشوفوه في لعبة السمكة زمان، اللي هي ايه، اللي هي الصدفة اللي بتفتح كده، تمام، واول ما بتفتح بنلاقي جواها الايه، جواها اللؤلؤ. ده كائن اسمه محار اللؤلؤ. الكائن ده اصلا عبارة عن صدفة خارجية وجوه مادة جيلاتينية كده. الجيلاتينية دي اللي هو الكائن ذات نفسه، تمام. الكائن ده هو كان بيفرز مادة كيميائية، تروح المادة الكيميائية دي تتفاعل مع مية البحر وتروح تكون لي اللؤلؤة دي. في ناس بقى بتروح تربي المحار ده هو وتعمل منه مزرعة محار. علشان ايه؟ علشان تروحتصدر اللؤلؤ ده. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان المزرعة دي تسرب اليها عدد من نجوم البحر. فالمربو المحار كانوا كل فترة ينزلوا يروحوا ايه، ينشلوا المحار دهوت ويروحوا ايه، يجمعوا منه الايه، يجمعوا منه اللؤلؤ. راحوا لاحظوا ايه، ان هم بينزلوا بيلاقوا المحار فاضي، يعني الكائن ده اللي هو الجيلاتيني ده متاكل خالص ومفيش اصلا محار، لان هو الكائن الجيلاتيني هو اللي كان بينتج مفيش لؤلؤ، هو اللي كان بينتج اللؤلؤ اصلا خلاص. ويلاقوا ايه، ويلاقوا الصدفة كده مفتوحة وفاضية. وقتها طبعا استغربوا قوي، هو ايه اللي بيحصل، هي المحار بيفضى بيروح فين؟ راح قال لك خلاص احنا نبدأ نراقب ونتابع ونشوف ايه اللي بيحصل في محار الايه، محار اللؤلؤ. راحوا لقيوا وهم نازلين يدوروا على لؤلؤ، راحوا لقيوا نجم بحر، ايه، نجم بحر كده لازق فين، لازق في المحار بتاع اللؤلؤ كده، وداخل في قلبه كده. راحوا بصوا للمحار للنجم البحر اللي لقيوه عمال يتغذى على مكونات الصدفة دي، عمال يسحب الغذاء منه كله. راحوا وقتها راح ايه، قالوا خلاص يبقى اللي بيفضي المحار ده هو نجم الايه، نجم البحر. قعدوا بقى يعملوا ابحاثهم ودراستهم وراحوا لقيوا ان نجم البحر الواحد بياكل 10 محار لؤلؤ في اليوم. 10 في اليوم، تخيلوا. فده مثلا لو واحد بس قعد 10 ايام كمان هيروح ياكل له 100 محار لؤلؤ ويفضيهم. قال لك خلاص احنا لازم نتصرف في المشكله دي. قال لك خلاص اللي ينزل يجمع لؤلؤ اللي يقابله محار، اللي يقابله نجم بحر، يروح يعمل له ايه، يقطعه ويمزقه ويرميه في الميه. طبعا هما ما كانوش عارفين ان هما كده بيعملوا كارثة كبيرة، ان هما ما كانوش عارفين ان وقتها نجم البحر اصلا بيعمل تكاثر بالتجدد. وراحوا لاحظوا ان الموضوع زاد سوءا، وان الاعداد بتاعت نجم البحر بدأت تزيد. بدأوا بقى ان هما يستدعوا علماء البحار. فجم لقيوا ايه، ممكن يلاقوا مثلا رجلين بتوع يعني ذراعين، تمام، والثلاث اذرع يا دوب لسه بتنبت والكائن عايش وبيتغذى عادي، وهكذا دراع وطالع منه 4 اذرع صغننه. وقتها دهوت عمال يتغذى عادي. راح قال لك ايه، علماء البحار راح قالوا لهم خلي بالكوا ده نجم البحر ده يتكاثر بالتجدد، فلما انتوا قطعتوه فكل دراع منه قدر ان هو يكمل حياته ويكمل دراعات تانية حواليه ويديني نجم بحر جديد. فوقتها جم بقى مربوه محار اللؤلؤ ان هم يعملوا ايه، يحرقوه بدلا من تمزيقه. فكانوا بيجمعوه بيولعوا فيه. طيب هل يا ميس ليه شروط؟ احنا قلنا ان معظم التكاثرات ليها شروط علشان تحصل. اول حاجة نجم البحر مش اي دراع بنقطعه وقتها بيروح يكمل نفسه ويدي نجم بحر جديد. امال ايه اللي بيحصل؟ في شرط، ان احنا طبعا هو نجم البحر ممكن يوصل لنجم بحر عدد اذرعه 10 عادي، تمام، في انواع كده. بس الاكثر شيوعا اللي هو نجم البحر اللي عنده 5 اذرع. وقتها في منتصف نجم البحر كده في حاجة اسمها القرص الوسطي، حاجة اسمها القرص الوسطي. القرص الوسطي ده هو يعتبر منبع الانقسام، اللي هيروح يخلي اي دراع يقدر يكمل لكائن نجم بحر كامل. فمعناها ان شرط لما دراع يتقطع من نجم البحر يروح يتقطع معاه قطعة منين، قطعة من القرص الايه، من القرص الوسطي. اذا تم قطع احد اذرع نجم البحر كده من غير ما ناخد حتة من القرص الوسطي، الدراع ده ما يقدرش يكمل نفسه ويروح يدي نجم بحر جديد، بيحصل له ضمور ويتحلل. الفرق بس ان نجم البحر ده هيعوض نفسه، وقتها كان هيبقى كده فيه تعويض لجزء مفقود او طرف مفقود، لكن اللي فقد ذات نفسه مش هيعمل تكاثر بالتجدد. طيب خلينا في اذا تم قطع احد اذرعه مع قطعه من القرص الايه، من القرص الوسطي، ايه اللي بيبدأ يحصل؟ طبعا هيبقى عندي طبعا نجم البحر ادي 1 2 3 4،
واحنا خدنا منه ايه؟ خدنا منه دراع، وزائد الدراع اللي احنا اخدناه ومعاه حته من القرص الايه؟ الوسطي. بتعرفوا ازاي في الامتحان ان هو معاه حته من القرص الوسطي؟ بتلاقي في اخره مثلث كده زي الجبنه النستون، ده كده معاه قطعه من القرص الوسطي. لو لقيتي حته من دراعه عامله كده كده واخرها كيرف كده، يبقى كده ده معاهوش حته من القرص الوسطي. خلاص. طيب اهو، ده بقى هيعمل ايه وده هيعمل ايه؟ الكائن الاصلي اللي انا خدت منه دراع هيعوض الدراع بتاعه، يبقى وقتها الكائن الاصلي ده هيعمل ها تجدد، ولكن بغرض ايه؟ بغرض تعويض فقط. تمام، تعويض. لكن الدراع اللي خرج ده، الدراع اللي خرج ده هيبدأ ينمو 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 ويطلع 4 دراعات حواليه، 1 2 3 4 اهو. تمام، ويديني نجم بحر ايه؟ يديني نجم بحر جديد. وقتها ده عمل ايه؟ عمل تجدد، ولكن هنا كان غرض التجدد ايه؟ تكاثر. خلاص يا شباب، يبقى انا عندي لما اروح اقطع دراع في تجددين هيحصلوا في نجم البحر. الكائن الاصلي هيعمل تجدد بغرض التعويض، والدراع اللي احنا خدعناه مع قطعة من القرص الوسطي هيعمل تجدد بغرض الايه؟ بغرض التكاثر. دي كده عبارة عن حالة لجوء فقط لما يتعرض لافتراس، لكن الصورة الرسمية ليه هي تكاثر جنسي بالايه؟ بالامشاج. تمام. طيب انا هقول لكم مثلا، هجيب لكم زي حاجه متقطعه كده وتقولوا لي عدد نجم البحر اللي ناتج. تمام، هنقطع الدراع ده كده، وهنقطع الدراع ده كده، وهنقطع الدراع ده كده، وهنقطع ده كده في الشاتنج مع نفسكم، يعني في الشاتنج بتاع البرنامج ذات نفسه هتبعتوا لي الرد. ادي دراع مقطوع بالطريقه دي، ودراع مقطوع بالطريقه دي. تمام، ودول هيتقطعوا بالطريقه دي. المفروض كام كائن نجم بحر يطلعوا عندي في النهاية؟ واحد. مم. طيب تمام يا هايدي، تمام تمام. طيب يبقى أنا عندي الناس اللي قالت 3 هقول هي صح ولا لا؟ هي تمام، 3. واللي قالت هي 3. تمام، 3 ليه؟ ده هيديني 1، ايوه وده، لكن اللي هم ده اللي فوق هيدي دول 1، لا. والأصلي هيعوض لحد ما يكمل إيه؟ 1. واحد. وده هيضمر ويتحلل، وده يضمر وايه؟ ويتحلل. خلاص يا شباب. تمام، وده يروح مكمل الدراعين دول ويكمل الدراعين دول، وقتها يكمل نفسه كده ككائن ايه؟ كائن اصلي، كأنه عمل تعويض. خلاص يا شباب. طيب ده كده فيما يخص التجدد. هل في حاجة صعبة في التجدد؟ طيب نبدأ بقى نشوف مع بعض دلوقتي رابع صورة من صور التكاثر اللاجنسي، وهي التكاثر بالجراثيم، واللي بيتم إطلاق عليها مسمى هي أفضل صور التكاثر اللاجنسي. هي ليه أفضل صورة؟ لأن هي حققت أكتر خصائص في التكاثر اللاجنسي. وكان معظم خصائص التكاثر اللاجنسي طبعا إن هو يتميز بسرعة الإنتاج ووفرة النسل، إن هو بينتج أفراد جديدة بسرعة، وعنده وفرة إيه؟ وفرة نسل. فلما جينا ركزنا في التكاثر بالجراثيم لقيناه بينتج نسل كتير قوي قوي قوي، وبيتكاثر بسرعة جدا، وبيتكاثر في حتت كتيرة. فهو حقق صفات التكاثر اللاجنسي بصورة واضحة قوي. طيب ليه سموه بالاسم ده؟ ليه اتسمى بمسمى التكاثر بالجراثيم؟ اتسمى بالاسم ده لأن هو بيعتمد في التكاثر بتاعه على خلية اسمها جرثومة. ايه الخلية دي؟ عبارة عن خلية وحيدة، يعني خلية واحدة وجواها نواة، وجواها كمية ضئيلة من السيتوبلازم، وهقول لكم هي ليه كمية قليلة، ومحاطة من الخارج بغلاف سميك. الغلاف السميك اللي بيحوطها ده غلاف سميك.
علشان يحميها من الظروف الغير مناسبة لحد ما الظروف المناسبة تيجي، شبه اللي بيحصل في الأميبا كده. خلاص. طيب ده كده اللي هو التكاثر بالايه، بالجراثيم. قلنا جراثيم ليه؟ لان هو بيعتمد في تكاثره على حاجة اسمها جرثومة، والجرثومة هي عبارة عن خلية واحدة تحتوي على كمية ضئيلة من السيتوبلازم، كما تحتوي على غلاف سميك من الايه، غلاف سميك من الخارج. طيب الجرثومة دهيت لها القدرة على حاجة اسمها التحور لكائن كامل، يعني ليها القدرة ان هي تتشكل وتديني كائن كامل زي اللي انتجها بالظبط. يعني بمعنى اصح كده، ما بيننا وما بين بعض دي بنعتبرها بذرة الفطرة. يعني دي اللي أول ما الظروف تتحسن بيحصل لها تحور لفطرة جديد كامل ما فيهوش أي نقص. خلاص. طيب إيه اللي بيحصل بقى وإزاي بيتم إنتاجها دي؟ طبعا التكاثر بالجراثيم بيحصل في ممكن نلاقيه في بعض النباتات البدائية. مش مقرر عليكم ايه النباتات دي، بس هيكون مقرر عليكم بعض انواع نباتات اكثر رقيا شوية، حاجة اسمها نباتات السرخسيات. دي هتبقى مقررة عليكم، هناخدها بإذن الله تعالى الحصة الجاية. وهنلاقيه بقى موجود في الفطريات كثيرا منها وليس جميعها، لان احنا لسه قايلين ان في فطر مش بيتكاثر بالجراثيم. كان فطر ايه؟ قاروني. فطر مش بيتكاثر بالجراثيم، كان بيتكاثر بطريقة تانية. فطر الخمير. برافو عليكي، كان فطر الخميرة، وده كان وقتها بيتكاثر بالتبرعم. خلاص. طيب اللي بيتكاثر بالجراثيم من الفطريات هو فطر عيش الغراب وفطر عفن الايه، عفن الخبز. طيب طبعا عفن الخبز ده اللي هو العفن اللي احنا بنشوفه على العيش وبنشوفه على الخضار وبنشوفه على الفاكهة. لو جيتوا ركزتوا فيه بتلاقوه ان هو عامل زي القطن كده. القطن ده كأنه ألياف صغيرة رفيعة خالص كده، ومنقط نقط سودا كده. طيب هو بالزوم بقى أو تحت الميكروسكوب أصلا شكله عامل إزاي؟ بيبقى عنده حاجة اسمها أشباه جذور. أشباه الجذور دي هي اللي بتثبته في العيشة أو بتثبته في الحاجة اللي بيظهر عليها علشان يسحب بيها الغذاء. واللي احنا بنشوفه شبه الخيط ده هو عبارة عن حاجة اسمها حوامل، حاجات بتشيل، حاجة اسمها حوامل. ده اللي احنا بنشوفه شبه الايه، شبه الخيط. والنقط اللي احنا بنشوفها صغيرة خالص تحت الميكروسكوب دي أكياس مليانة جراثيم، مش جرثومة، أكياس مليانة جراثيم. الأكياس دي بنسموها حوافظ جرثومية. دي بقى اللي بتبقى مليانه بالايه، مليانه بالجراثيم دهيت. للعلم ان الجرثومه، اي جرثومه في اي كائن بتبقى ان او احاديه المجموعه الصبغيه. خلاص. طيب فوقتها الحوافظ دي هنلاقيها مليانه كلها ايه، جراثيم الصغيره دي اللي هي قلنا دي اللي هي مسؤوله عن تكاثر هذا الكائن. اللي بيحصل بقى ممكن الحافظة الواحدة يكون فيها عادي 1000 جرثومة، ممكن يكون فيها 2000، على حسب إيه، على حسب يعني نمو الكائن ووصوله لمرحلة معينة من النمو. خلاص. طيب إيه اللي بيحصل بعد فترة؟ بتبدأ الحوافظ دي يحصل لها نضج. أول ما يحصل للحوافظ دي نضج بيبدأ يحصل ليها انفجار. أول ما تنفجر يتحرر منها عدد كبير قوي من الإيه؟ من الجراثيم اللي قلنا كلها أحادية المجموعة الإيه؟ الصبغية. طيب أهي كتيرة بقى. إحنا بقى هناخد واحدة منها بتعمل إيه؟ الجرثومة الواحدة. الجرثومة الواحدة دي المفروض إن هي هتبدأ تعمل حاجة اسمها إنبات الجرثومة. انبات الجرثومة، لما اقول لكم كلمة انبات او اقول لكم كلمة نمو يعني انقسام ميتوزي. انبات او نمو يعني انقسام ميتوزي، او قلت لكم زاد في الحجم يعني انقسام ميتوزي. طيب احنا لسه قايلين ان كل الجراثيم ايه، كم ان؟ هم؟ إن واحد. إن ان واحد. واحد.
طيب قلت لكم هتعمل انبات او نمو، فلما تعمل انبات او نمو قلت لكم يعني هتعمل انقسام. ها. ميتوزي. ميتوزي. دي نثبتها، يبقى كده النسيج الناتج عن انبات الجرثومة هيبقى قد ايه؟ كام ان؟ ان ولا إن 2 ان؟ هيبقى إن ان واحدة. الكائن النسيج الناتج عن الانبات هيبقى ان واحدة. ليه؟ الناس اللي ما حضرتش الحصة اللي فاتت هتبقى مش فاهمة. لان احنا قلنا ان الانقسام الميتوزي ما بيغيرش في عدد الصبغيات، وعدد الصبغيات الناتج بيكون مطابق لعدد الصبغيات اللي بدأنا بيه. طيب، هل تعمل انبات كده وخلاص ولا انباتها مشروط؟ اول ما تلاقوا كلمة مشروط في الامتحان، لما يقول لك ده انقسام مشروط، يعني الانقسام ده عمره ما هيحصل الا بتحقق شروط معينة. ايه بقى الشروط؟ لازم الجرثومة دي يتوفر لها وسط رطب، ودرجة حرارة معتدلة، علشان يحصل لها ايه؟ يحصل لها انبات وتنمو وتديني فطر عفن خبز ايه؟ جديد. طيب، لو جيتوا بقى ركزتوا، عشان احنا نحافظ على العيش ان هو ما يعفنش، مش بنحطه في الفريزر ونبدأ نسحب منه على قد ما احنا عايزين، يبقى احنا كده لغينا له ايه؟ لغينا له شرط من الشروط اللي هو درجة الحرارة معتدل. المعتدلة. مش عارفة في حد فيكم بيعمل عيش في البيت ولا لا؟ أيوة. بنعمل تمام. كلنا. أيوه. تمام. بلاحظتوا ايه لما ماما بتحب تخزنه؟ يا اما تحطه في فريزر يا اما تحمصه، اللي هو بيجففوه في الفرن كده وبيتحمص، وبيبقى أيوة. محمص كده وشايلينه في عياشة كده. أيوة. طيب وقتها احنا ليه بنحمصه؟ عشان نلغي وسط الايه؟ الرطوبة. الرطوبة. فوقتها نخليه في وسط جاف. يبقى احنا لازم الشرطين يتحققوا. لو شرط منهم لغيناه على الرغم من توفر الشرط الآخر، الجرثومة ما يحصلهاش إنبات. عمرنا ما لقينا حتة عيشة ناشفة بتعفن خالص، دايما بتبقى حتة ايه؟ حتة طرية. لكن حتة ناشفة 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 دي يعني متحمصة مقرقشة، مش بتعفن. ولا حتة عيشة في الفريزر بتعفن. خلاص. لو لغينا وسط الرطوبة على الرغم من وجود الحرارة المعتدلة، ان احنا بنحمصه ونحطه في العياشة. طب ما العياشة دي فوق درجة حرارة ايه؟ معتدلة، بس ليه معفنش؟ عشان لغينا الرطوبة. يا اما احنا بنسيب الرطوبة اللي هو بنسيبه طري عادي وبنحطه في الفريزر، بس بنلغي ايه؟ بنلغي درجة الحرارة المعتدلة. خلاص، دول شرطين مهمين جدا علشان الجرثومة ايه؟ الجرثومة تعمل انبات. ايه اللي بيحصل بقى؟ عند سقوط الجرثومة على وسط مناسب اللي هو يتميز ودرجة حرارة معتدلة، تبدأ تعمل إنبات، يعني انقسام إيه؟ ميتوزي. والإنبات ده يخليها تديني بداية عفن خبز، نلاقيه يا دوب لسه أشباه الجذور بتاعته صغننة، ولسه الحوامل بتاعته يا دوب هتظهر، ونلاقي شكله عامل كده، يا دوب لسه نسيج بيظهر. خلاص. طيب، يروح النسيج ده يكمل ويعمل نمو. قلت لكم نمو او انبات تشوفوها، او زياده في الحجم، يعني انقسام ايه؟ ميتوزي. ميتوزي. طيب هنا كان عامل ميتوزي، فالان عطتني نسيج زي ما هو ايه؟ ان. هنا بقى لما يروح يكمل نمو اعتمادا على انقسام ميتوزي، هيروح يديني بقى مين؟ عفن. ها. الخبز. فوقتها عفن الخبز الجديد ده برضو هيبقى كام؟ هم؟ إن هيبقى ان، لان هو اعتمد ميتوزي. طيب، الجملة دي ان. تمام. وكانت ناتجة من عفن الخبز ان، يبقى كده معناها ان عفن الخبز بينتج الجراثيم بانقسام ميتوزي. ميتوزي. ميتوزي مش ميوزي، بما ان اللي بادئين بيه منتهيين بيه ميتوزي. لو اللي بادئين بيه ضعف اللي انتهينا بيه، يعني لو دي ان دي 2 ان دي ان دي 4 ان دي 2 ان، يبقى ميوزي. يبقى لو النص ميوزي هو ميتوزي. خلاص. فوقتها كده معناها ان عفن الخبز بينتج الجراثيم بانقسام ايه؟ ميتوزي. خلاص يا شباب. طيب، دي كده صورة التكاثر بالجراثيم. طيب، ليه؟ طبعا عيش الغراب بيعمل نفس السيناريو بالظبط، ولازم تحققوا نفس الشروط. الفرق ما بينهم هما الاتنين ايه؟ شكل الكائن ذات نفسه ووجود الحوافظ الجرثومية. الحوافظ الجرثومية بتاعت عفن الخبز بتبقى في صورة ايه؟ بتبقى في صورة حوافظ مدورة كده عاملة زي الأكياس. لكن عيش الغراب اللي هو شبه الشمسية شوية ده كده اهو، كده كده اهو،
بنلاقي بقى الحوافظ بتاعته في صورة جيوب عاملة كده كده زي شبه الخياشيم كده كده، وبينتج الجراثيم بتاعته من هنا كده. ده الفرق. خلاص. طيب، التكاثر بالجراثيم اتسمى، هو مسمى افضل ايه، افضل صور الايه، صور التكاثر اللاجنسي. ليه؟ لكم ان تتخيلوا لو الحفظة الواحدة فيها 1000 جرثومة، يعني الحفظة الواحدة تقدر تديني 1000 ايه، عفن خبز جديد. تخيلوا بقى هو مثلا عنده 10 حوافظ، يعني يقدر عفن الخبز الجديد الواحد يطلع 10,000 كاملين عفن خبز جديد. يبقى كده في سرعة إنتاج غير طبيعية، في وفرة نسل رهيبة. فوقتها عنده سرعة إنتاج، لو لاحظتوا العفن بينتشر بسرعة كبيرة، وبيكون عنده وفرة نسل. شوفوا ممكن الكائن الواحد ينتج قد إيه. عنده قدرة على الانتشار لمسافات بعيدة. ليه؟ لأن هو بيعتمد على جرثومة، والجرثومة فيها كمية ضئيلة من السيتوبلازم. لما تبقى فيها كمية قليلة من السيتوبلازم، ده بيخلي وزنها خفيف. لما يبقى وزنها خفيف يسهل نقلها ايه، ان هو الهواء يشيلها يمين وشمال ويوديها مسافات بعيدة. خلاص يا شباب؟ تمام. طيب، عنده كمان قدرة على الرغم من ان هو تكاثر لا جنسي، ان هو يعمل تحمل للظروف القاسية. ان هو لو احنا دلوقتي في حالة جفاف، الجفاف ده وسط غير مناسب، في حالة درجة حرارة مرتفعة قوي او منخفضة قوي، وقتها بيقدر يتحمل الظروف دي. طب ليه؟ عشان هو بيعتمد على جرثومة، والجرثومة محاطة به غلاف سميك يعمل على حمايتها لحين تحسن الظروف. اكبر دليل على ان احنا محاطين بجراثيم كتيرة قوي، ان احنا لما بنسيب حتة العيشة بتعفن. طيب هي قبل كده العيشة دي انا كنت لسه خابزها وكنت لسه عاملها، هي عفنت بالسرعة دي ازاي؟ او ايه اللي جاب لها العفن؟ جالها منين؟ هو الجراثيم منتشرة في الهواء، وحواليها غلاف سميك محافظ عليها طول ما فيش رطوبة وما فيش درجة حرارة معتدلة. اول ما نوفر لها الغذاء اللي هي هتتغذى عليه، ويكون رطب ودرجة حرارته معتدلة، وقتها بتكمل حياتها عادي، وبتبدأ بقى تديني كائنات على ايه، على العيشة دي، او كائنات على الفاكهة او الخضار دول. خلاص يا شباب؟ ده كده التكاثر بالجراثيم. هل في اي مشكلة في التكاثر بالجراثيم؟ مم. تمام يا شباب. طيب، نيجي على خامس صورة من صور التكاثر وركزوا فيها، لأن دي يعتبر هي أصعب صورة في الدرس. يعني هو الدرس ممكن يكون أنا ممكن تكونوا حاسينه طويل شوية، سهل يعني، مذاكرته سهلة، مش هياخد وقت في المذاكرة. خامس صورة من صور التكاثر وهي صورة التوالد البكري. إيه التوالد البكري دي؟ التوالد البكري دي لو جيتوا ركزتوا في الصور اللي قبل دي، هل كان في ذكر وأنثى في كل الكائنات دي ولا ما كانش فيه تمييز جنسي؟ ما كانش في تمييز. ما كانش فيه تمييز، ما كانش فيه ذكر وأنثى، وكان كله بيتكاثر. الكائنات التي تتكاثر بالتوالد البكري على الرغم من وجود الذكور، يعني هي أصلا عندها ذكور وإناث وممكن تعمل تكاثر جنسي، إلا أنها كائنات رفعت شعار نحن إناث ونتكاثر بدون رجال، على الرغم من ان هم موجودين. لكن هناك هم ما كانوش موجودين، فخلاص كل واحد ايه، مضطر ان هو يعتمد على نفسه. خلاص. طيب، ما دول ليه عملوا كده؟ طبعا دي بتبقى على حسب يا اما طبيعة الظروف المحيطة، يا اما طبيعة الحياة ذات نفسها. هم الكائنات دي خلقت على كده. فالتوالد البكري ده في منه نوعين: توالد بكري طبيعي وتوالد بكري صناعي. احنا قلنا المفروض الطبيعي الكائنات اللي بتتكاثر جنسيا ايه اللي بيحصل؟ مشيج مؤنث، صح كده، اللي هو ايه، بويضة، بيضة. اللي هي حيوان بويضة، منوي. وتروح ماشي. تندمج مع مشيج ايه،
مذكر. مذكر. هو حيوان منوي، ويروح يديني ايه؟ يروح زي يديني افراد جديده. ده المفروض زيجوت اللي هو ينمو لافراد جديده. ده المفروض كان يحصل لما يبقى فيه اناث وفيه ايه وفيه ذكور. ذكور. اللي حصل بقى في الكائنات التي تتوارد بكريا، قدرت البويضه بتاعتها دون حاجه لاخصاب من المشيج المذكر، يعني ما احتاجتوش خالص ولا بصوره مباشره ولا غير مباشره، مش هتستخدمه اصلا. قدرت البويضه لوحدها ان هي تعمل على انتاج افراد جديده. يبقى لما نيجي نعرف التوالد البكري، هو قدرة المشيج المؤنث على إنتاج أفراد جديدة دون الحاجة لإخصاب من المشيج الإيه؟ من المشيج المذكر. طيب إيه الكائنات بقى اللي قدرت تعمل كده؟ طبعا ده منتشر في بعض انواع الديدان زي دودة القز، بتعمل كده، بتقدر بويضاتها تطلع افراد جديده، بس مش مقرر عليكم. منتشر في بعض انواع الحشرات زي مملكه النحل وحشره المن اللي خدتوها السنه اللي فاتت. حشره المن اللي هي كانت بتثقب النبات لحد ما توصل لانسجه اللحاف. حشره المن ومملكه النحل، الاثنين دول مقررين عليكم، هم دول بس المقررين عليكم في الطبيعي. دول ربنا خالقهم كده، هم بيعملوا توارد بكري. طبيعي. صناعي بقى، احنا عارفين ان الانسان مفيش حاجه بتسلم منه. راح لقي كائنات هي اصلا طبيعتها ربنا خليها تعتمد على تكاثر جنسي بالامشاج، ومشيج مذكر يندمج مع مشيج مؤنث وينتجوا افراد. راح قال لك طب انا عايز اجرب كده واخلي الكائنات دي اخد بويضاتها واعمل لها، اثر عليها بعده عوامل ادفعها ان هي تدي افراد جديده من غير ما تحتاج لمشيج ايه، من غير ما تحتاج لمشيج مذكر. خلاص. طيب نبدأ بالطبيعي الأول. الطبيعي ده قلت لكم الأول هيحدث أول حاجة، أو المقرر عليكم أول حاجة ما يحدث في مملكة النحل. عالم النحل هو يعني هتستغربوا شوية إن الحاجات دي كلها بتحصل، بس سبحان الله يعني. طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ طبعا عارفين من أيام الكرتون إن أنا عندي المملكة دي بتاعت النحل فيها إيه؟ فيها ذكور وفيها إيه؟ وفيها إناث. صح كده؟ طيب والإناث اللي موجودة في مملكة النحل كنا بنقول إن هم ممكن يكونوا ملكات، مم. ممكن يكونوا إيه؟ شغالات أو خادمات. خلاص، شغالات. الذكور والإناث. أنا لسه قايله لكم الحصة اللي فاتت إن المفروض أفراد النوع الواحد تحتوي على نفس العدد من الكروموسومات، صح؟ قلت لكم كل البشر هنلاقيهم 2n46 ما عدا أمشاجهم. مثلا الأبقار بيبقى لها عدد كروموسومات معين، الضفادع عدد كروموسومات معين، المفروض الحشرات كل النوع الواحد فيه عدد كروموسومات معين. لما جينا ندرس مملكة النحل، لقينا إن ذكور نحل العسل، بنسميه نحل العسل يعني مش عسل نحل، نحل العسل. خلاص. ذكور نحل العسل تحتوي على عدد صبغيات تختلف عن الموجودة في الإناث. فلقينا إن الذكور تحتوي على إن بس، والإناث كلها سواء ملكات أو شغالات بتحتوي على 2 إن. يبقى بصوا، على الرغم إن هم نوع واحد إلا إنهم قلنا لكل قاعدة شواذ، إلا إنهم مش بيحتووا كلهم على نفس المادة الإيه؟ نفس المادة الوراثية. طيب أكيد الاختلاف ده راجع لطبيعة التكوين، يعني وهم بيتكونوا دول اتكونوا بطريقة تختلف عن ده. اه ايه اللي حصل؟ مملكة النحل دي المسؤول عن الخلفة فيها أو إنتاج النسل هم الملكات بس. طبعا نسلها حلو بقى وملكة، فقال لك خليك انت بقى للخلفة، ده انت نسلك جميل. وراحت الشغالات دي قالت لها بقى انت شغالة بقى، انت ما ينفعش يكون لك دور في النسل، انت دورك بس يقتصر على خدمة المملكة. انت تخدمي للمملكة النسل اللي هتنتجه، وهتغذي النسل ده هوت لحد ما ينمو، وانت اللي هتجمعي الرحيق وتعملي العسل، وانت اللي هتحمي المملكة. يعني ما بمعنى أصح يعتبر اللي شايل المملكة كلها الشغالات. والملكات ما دورها ايه هي والذكور الا انتاج نسل. حد هيقول لي يا مس مش انت لسه قايله لي توالد بكري، يعني مش هنستخدم ذكور، هنستخدمهم في انتاج نوع ونوع مش هنستخدمهم. خلاص. طيب الملكات، قلنا الملكات أو الإناث كلهم ثنائية المجموعة الصبغية.
فعندي مثلا ادي ملكة النحل اهي. خلاص. طبعا ملكة النحل بيبقى حجمها اكبر منهم كلهم. خلاص. المفروض الملكة دي قلنا سواء كان ملكات او شغالات بيبقوا كام ان؟ ها، صحصحوا معايا. 2N. 2N. ان. بصوا بقى ركزوا. تبدأ الملكة دي تنتج البويضات بتاعتها اعتمادا على انقسام ميوزي. ايه ده يا مس؟ مش دي صورة من صور التكاثر اللاجنسي؟ وقلت لي غالبا ما يعتمد التكاثر اللاجنسي على ايه؟ ها؟ على ميتوزي. ميتوزي. يبقى اعتماده هنا على ميوزي ده بيبرر لي الحاجة اللي انا قلتها لكم المرة اللي فاتت لما قلت لكم ايه؟ غالبا وليس دائما. دائما. ان هو ممكن بعض الحالات على الرغم من ان هو سيليها تكاثر لا جنسي الا انها تعتمد في المرحلة التي تسبقها على انقسام ميوزي عادي. خلاص. طيب. فوقتها دي حالة شاذة اهو، على الرغم من ان هيحصل لا جنسي حصل ميوزي. طيب. 2N لما يعمل ميوزي يطلع كل الحاجات كام ان؟ N. ان N. واحدة. قلنا الميوزي 4. بيقسم الحاجات للنص. فكده كل البويضات اللي هتخرج من الملكة دي كلها ايه؟ بويضات أحادية المجموعة الصبغية. فهتعمل ميوزي عشان تطلع بويضات. كل البويضات هتبقى ان. شوية من البويضات دي هتسلك مسار وشوية هتسلك مسار. شوية من البويضات دي هتفضل ان زي ما هي ولن تخصب. يعني ايه لن تخصب؟ يعني مش هتندمج مع المشيج الايه؟ مع المشيج المذكر. طيب. لما ما اندمجتش مع المشيج المذكر يبقى احنا كده بدأنا نحقق الايه؟ ها، التوالد. ها، البكري اللي هو صورة التكاثر اللا جنسي. يبقى الحتة دي اللي هو التكاثر اللا جنسي. طيب. مش بقى هتتخصص، انقسام هتفضل ان ويحصل لها نمو. قلنا نمو يعني ازاي انقسام ايه؟ انقسام ميوزي وهي ما بت... الايه؟ اللي هي دي اللي حضرتك لسه قايلاها، ازاي؟ انقسام اه. ميوزي. اه. وهو وهي بتعمل يعني ما بتندمجش مع مش قلنا ماشي. حالة ستة؟ مش لسه قايله لك الحصة اللي فاتت غالبا وليس دائما ما يعتمد التكاثر اللا جنسي على ميوزي؟ وقلت لك كلمة غالبا دي وراها حاجات هتظهر لنا في المنهج وهقول لكم اهي دي بسبب كلمة غالبا وليس دائما. ايوه. وصلت؟ أيوة. هي دي بقى، هي دي الحاجات اللي بتثبت لي كلمة غالبا اللي خدتها الحصة اللي فاتت. ان انا في حالات هتظهر لي مش دائمة مش كلها، وانما نقدر نقول الصح المعظم وليس الكل. فهنا عندك لن تخصب فهتفضل ان. وهيحصل ايه؟ هيحصل نمو. قلت لكم لسه من شوية نمو يعني انقسام ايه؟ ها؟ ميتوزي. ميتوزي. ويروح يديني افراد جديدة. الافراد الجديدة هتبقى ايه؟ ها؟ ان عمل ميتوزي هيديني افراد جديدة كام ان؟ إن ان زي ما هي لان الميتوزي ما بيتغيرش. طيب. واحنا قلنا مملكة النحل الافراد الان اللي فيها ذكور ولا اناث؟ ذكور. ذكور. يبقى انا كده الافراد الناتجة ان دي هتبقى ذكور. يبقى انا عندي ذكور مملكة النحل يتم انتاجها من بويضة لما ها تخصب. خاصة. وانما اول ما انتجتها الملكة مش عارف. المس قافلة خلاص. هاي ده التليفون. طيب. ف آه زي ما احنا شايفين كده الذكور اللي قدامنا هم المفروض ان هم هيكونوا عبارة عن كائنات افراد احادية المجموعة الصبغية ناتجة من توالد بكري، يعني ناتجة من تكاثر ايه؟ تكاثر لا جنسي. طيب. ده قلنا جزء من البويضات هيعمل كده. طيب. الجزء الآخر من البويضات هيعمل ايه؟ الجزء الآخر من البويضات هيحصل لها تخصيب. وقلنا تخصيب دي يبقى معناها ها اندماج مع مم، معنى. النسيج مع المذكر. النسيج المذكر. هي مؤنث هتندمج مع المذكر. طيب.
فهتبقى بويضة ان لما تندمج مع حيوان منوي ان هيروح يديني بويضة مخصبة كام ان؟ 2N. 2N. بويضة مخصبة 2n. البويضة المخصبة 2n دي هيبدأ يحصل لها نمو. قلنا نمو يعني انقسام ميتوز. ميتوزي، وقلنا الميتوزي ما بيغيرش، فده كده هيؤدي إلى أفراد جديدة كام ان؟ 2N. 2N. 2n زي ما هي، لأن قلنا الإيه الميتوزي ما بيغيرش. خلاص طيب، اللي في مملكة النحل 2n؟ ها؟ الإناث. الإناث. يبقى كده معناها إن الأفراد الناتجة عن بويضة مخصبة هيبقى هما الإناث. طيب، يبقى كده معناها إن الإناث بيتم إنتاجها بتكاثر جنسي ولا تكاثر لا جنسي؟ جنسي. لكن تكاثر لا جنسي. جنسي. بما جنسي. إن جنسي. بويضة جنسي. اندمجت مع نشيج مذكر يبقى كده خلاص جنسي. خلاص، فوقتها كده معناها إن الإناث بيتم إنتاجها بتكاثر جنسي. جنسي، والذكور بيتم إنتاجها بتكاثر لا جنسي. جنسي. هنا لا جنسي بالتوالد البكري يؤدي إلى إنتاج ذكور. ذكور، وجنسي بالأمشاج ده اللي هيؤدي إلى إناث. إنتاج إيه؟ إنتاج الإناث. إناث. شباب طيب، الإناث قلنا ممكن تكون إيه وممكن تكون إيه؟ ممكن تكون ملكات 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 وشغالات. وخادمات أو شغالات. الاتنين هما الاتنين 2n. أمال إيه الفرق؟ ليه؟ إيه اللي خلى دي ملكة وإيه اللي خلى دي شغالة؟ يعني ليه التمييز ده؟ التمييز بتاعهم ده بسبب وهم بيتكونوا لما هم كانوا بويضات وكانوا جوه الشرنقة، الغذاء بتاعهم كان مختلف. إن الملكات اتغذت على حاجة اسمها غذاء ملكي. إيه غذاء ملكي ده؟ ده عبارة عن رحيق ومعاه غذاء. رحيق ومعاه غذاء. الغذاء ده عبارة عن فيتامينات وزنك وحاجات، يعني فيتامينات كتيرة قوي. الفيتامينات دهيت لما دخلت مع الغذاء فعملت على نضج الجهاز التناسلي بتاع الايه بتاع الملكة، فبقي حجمها كبير وجهازها التناسلي ناضج. لكن الشغالة دي لما كانت بويضات صادف حظها ان هي كانت جوه الشرنقة، الغذاء بتاعها كان عبارة عن رحيق خالي من الفيتامينات، لان في بعض انواع الزهور بتنتج فيتامينز اصلا في الرحيق بتاعها، فبيبقى على حسب الغذاء اللي اتغذت عليه وقتها الشرنقة ايه. فوقتها دي اتغذت على غذاء بنسميه غذاء ايه؟ غذاء فقير شوية. فلما اتغذت غذاء فقير راح عطاني حجمها اصغر، ولقينا جهازها التناسلي غير ايه؟ غير ناضج، عشان كده ما استخدمناهاش لإنتاج النسل. فعشان كده لما جم يفحصوا الشغالات لقيوها مش مسؤولة عن إنتاج أي نسل، لأن هي عبارة عن إناث عقيمة ما بتخلفش أصلا. خلاص يا شباب؟ طيب، يبقى احنا كده نقول تاني ونلم الدنيا. يبقى أنا عندي كده، وصحصحوا معايا وفوقوا. أنا عندي مملكة النحل يختلف فيها الذكور عن الإناث، حيث أن الذكور أحادية المجموعة، ها، الصبغية. لكن الإناث ثنائية المجموعة الصبغية. 2N. ثنائية المجموعة الصبغية. مين مسؤول عن إنتاج النسل في المملكة؟ الملكات هي. الملكات ولا ملكات. الشجرات؟ الملكات. الملكات عشان تنتج النسل بتاعها بتعمل انقسام إيه؟ ها، ميت. ميوت. ميوزي. يوزي فقط، على الرغم من ان هي هتعمل لا جنسي برضو بتعمل ايه؟ بتعمل ميوزي. يبقى دي كده حالة شاذة، ودي بتأكد لي انه غالبا وليس، ها، دائم. دائم. وليس دائما. البويضات بقى نبدأ نلم الدنيا بقى. فقلنا ها ان ان المسؤول عن انتاج النسل الملكة، تمام، وبتبدأ تنتج النسل بتاعها ده بانقسام،
ها مايوزي، عن ميوزي. طريق ان هي 2 ان، لو قلنا لما بيعمل مايوزي بيقسم الصبغيات للنص، فوقتها هيروح يديني بويضات ايه؟ ها إن إن ان البويضات دي جزء منها لن ها لن يخصب. خاص لن يقصب، هيفضل زي ما هو ان، ويروح يعمل نمو على الصورة دي. النمو دي يعني انقسام ميتوز. ميتوزي، فالافراد الجديدة هتبقى زي ما هي برضو ايه؟ ها ذكور. إن ان، والان في مملكة النحل يعني ذكور، يبقى كده ذكور. معناها ان الذكور بيتم انتاجها من تكاثر لا لا جنسي، جنسي. لا صورة جنس بكري. طيب جزء اخر من البويضات دي هيحصل له تخصيب تخصيب. تخصيب، يعني هيندمج مع مشيج مشيج مذكر. المشيج المذكر. وقتها هيروح يديني بويضة مخصبة 2 ان يحصل لها نمو، وهتديني افراد 2 ان. الافراد 2 ان في مملكة النحل هم الملكات والشغالات. الناس اللي ممكن يكونوا ملكات وممكن يكونوا شغالات. لا، اللي بيختلف ما بينهم هما الاثنين نوع الغذاء اللي اتغذوا عليه، فأدى إن الملكات حجمها أكبر وعندها جهاز تناسلي ناضج، لكن الشغالات حجمها أصغر وعقيمة. خلاص يا شباب؟ طيب يبقى كده معناها إن مملكة النحل بيحدث فيها صورتين تكاثر، تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي. لا جنسي عشان ننتج بيه الذكور، والجنسي عشان ننتج بيه الإناث. يبقى صورة التولد البكري الحتة دي بس اللي هي بتنتج الذكور، لكن الجزء ده هو صورة تكاثر ايه؟ تكاثر جنسي. طيب حد هيقول لي يا ميس، طيب هي الملكة بتعرف ازاي ان المفروض دلوقتي مثلا المملكة عايزة إناث ولا دلوقتي عايزة ذكور؟ هل الملكة هي اللي بتتحكم فيها ولا هي بتبقى عشوائي؟ لا، الملكة اللي بتتحكم فيها. طب ازاي الملكة بتتحكم فيها؟ وانا ممكن اطلع البويضات وممكن الذكر يلقحها وخلاص، وممكن ما يلقحهاش، يبقى كده المفروض يا مس اللي بيتحكم الذكر. لا، اللي بيتحكم الإناث. ملكات النحل طاغية شوية. تمام؟ بمعنى ايه؟ هاجر الكاميرا كانت ما عندك مفتوحة. بمعنى ايه؟ ان ربنا خالق الملكات فيها من جوه حاجة اسمها اكياس كده او حويصلات كده، واول ما الملكة بتنضج او بتكبر بتوصل للسن المفروض تتجوز فيه، بتخرج من الشرنقة بتاعتها وبتعمل صوت كده بيعرف الذكور ان وقتها هي ده وقت التزاوج بتاعها. بتخرج الملكة من من المملكة خالص وتخرج بره، ويمشي وراها كل الذكور، الملكات، ويمشي وراهم كل الذكور. وبيسموه حاجة اسمها الزفاف الملكي، ان هما بيبقوا الملكات ووراهم الذكور كلهم. الأنثى الواحدة ممكن تلقح بعدد من 10 ل 14 ذكر. الأنثى الواحدة. كل الذكور اللي لقحوها بعد ما بيلقحوها بتموتهم، يلقحوها وينزفوا ويظلوا في نزيف حتى الموت. طيب اللي ما لقحهاش بقى، هي خلاص اتلقحت، عملت ايه؟ بصوا بقى، عشان هي بتعمل اكتفاء ذاتي، يعني مش عايزه تستخدم الذكور تاني. فاللي اتلقحوا دول دخلوا الحيوانات المنويه جواها، بتبدا تحوش الحيوانات المنويه هنا في الاكياس دي كده. هي بتنتج البويضه كام ان صح كده؟ البويضه وهي خارجه ان دي، لو هي ضغطت على الكيس ده اللي فيه الحيوانات المنويه، يروح الحيوان المنوي يخرج يندمج مع البويضه، تروح هي كده تخرج بويضه 2 ان. لو المملكة عاوزة ذكور، تروح تخرج البويضات من غير ما تضغط على الأكياس دي، فتخرج البويضات دون اندماج مع المشيج المذكر، فكده تخرج بويضات إن وتنمو إلى ذكور. يعني هي البويضة بتخرج منها يا إما مخصبة يا إما غير مخصبة. وصلت؟ طيب بعد ما بتاخد كفايتها من السبيرما أو الحيوانات المنوية وتحوشها جواها، بترجع المملكة بقى بتأمر كل الشغالات اللي موجودين حراس على باب المملكة إن كل الذكور اللي جاية ورايا تتقتل كلها. بتبدأ الشغالات بقى تقتل في كل الذكور دول. طيب هو ده ايه؟ ده حاجة اسمها مذبحة الذكور. طب هي بتحصل ليه؟ لأن وقتها الذكور كان الغرض منها الحيوانات المنوية، واحنا خدنا منها غرضها حيواناتها المنوية وخدناها، فدخول الذكور المملكة مش هيبقى له لازمة. فوقتها الذكور لما تدخل المملكة هتبدأ تاخد غذاء، فده يعمل ايه؟ مشكلة في التوازن بتاع الغذاء بتاع النسل اللي جاي، فهيروح يعمل مشكلة في المملكة وتوازنها. فوقتها ايه؟ فوقتها لازم يتخلصوا من كل الذكور علشان دخولها خلاص ما عادش ليه لازمة. خلاص، دي اللي هي اسمها مذبحة الذكور.
ده كده فيما يخص توالد بكري طبيعي في مملكة الايه، مملكة النحل. حد عنده اي استفسار او اي حاجة صعبة لحد دلوقتي؟ طيب. مم. نبدأ بقى نشوف حشرة المن بقى بتعمل ايه. احنا لو جينا هنا لاحظنا ان لازم علشان تنتج النسلين لازم تعمل جنسي ولا جنسي. طيب لو جيت انا اسألكوا كده على ذكر النحل، هل ليه اب؟ لا. لا. لا، ليه ام بس. انا لما اقول فرد ابوي غير اب، فرد ابوي يعني ممكن يكونوا ذكر او انثى. لما اقول اب في الكائنات اللي عندها ذكور واناث يعني قصدي الاب الذكر. خلاص. طيب بس عنده ام. طيب عنده جد؟ لا. لا ما. مم. لا، عنده جد. ما هي لان أمه جاية من. امه ناتجه من بويضه مخصبه. بويضه مخصبه يعني احنا مستخدمين مشيج لانتاج الام. طول ما انت استخدمتي طول ما في بويضه مخصبه استعملت، يبقى كده معناها ان المشيج المذكر تم استخدامه. يبقى الذكر كان ليه دور حتى ولو كان دور غير مباشر. وصلت معاكم؟ حتى ولو دور غير مباشر، يعني اي نعم الاسبرم جواها، بس الاسبرم جواها بس هم بتوع الذكر. خلاص. يبقى كده ذكر النحل ليه امهات، ملوش اب، بس ليه جد وجد عادي. خلاص. طيب الذكر ده لما يجي يخلف، يعني لما نيجي نستخدم امشاجه، يبقى وقتها هننتج ذكور واناث ولا اناث بس؟ بس. اناث بس. لما نستخدم امشاجه هننتج اناث بس. لو ما استخدمناش الذكور ولا امشاجها يبقى هننتج ذكور. يبقى كده معناها ان يوم ما يفكر الذكر يستخدم امشاجه هيكون بناته كلهم ايه، نسله كلهم اناث. يبقى كده معناها ان ذكر النحلة ها نسله اناث كلهم اناث ايه، اناث فقط. طيب انا قلت لكم هيستخدم امشاجه، يعني كده معناها ان هو هيعمل تكاثر ايه، ها جنس. جنسي. جنسي. وهو ناتج من تكاثر ايه، لا. لا جنس. لا جنسي. لا جنسي. يبقى الذكور مملكة النحل ناتجة من تكاثر لا جنسي، ولكن لما تيجي تتكاثر وتدي إناث هتعمل تكاثر جنسي، لأن هو عشان يتكاثر هيستخدم الحيوانات المنوية بتاعته. خلاص يا شباب. لكن طبعا الإناث ليها أب وليها أم، إن هي ليها بويضة وليها حيوان منوي يكونوها، يبقى كده ليها أب وليها أم. خلاص يا شباب. طيب نبدأ بقى نشوف التوالد البكري الطبيعي في كنت حشرة عايزة المن. أسأل سؤال. نعم اتفضل. هو الشغالات عندها جهاز تناسلي عادي بس عقيمة ولا ما عندهاش أصلا؟ عندها بس غير ناضج، يعني مش بينفع، يعني مش شغال، يعني زي عنده ضمور كده. مم. فعشان كده هي مش بتستخدم خالص في التكاثر. وهي طبعا من حجمها بيبقوا عارفين ان دي شغالة، من حجمها وشكلها، لان الذكور والشغالات والملكات كلهم مختلفين شكلهم عن بعض. هبقى ابعت لكم صورهم هم التلاتة. خلاص. طيب نبدأ بقى دلوقتي نشوف حشرة المن بتعمل ايه. حشرة المن غير ملكة النحل. حشرة المن بتعمل تكاثر جنسي ولا جنسي على حسب المواسم. بمعنى ايه؟ ان لو الجو حلو والدنيا تمام، يعني كده معناها ظروف مناسبة، يبقى يقدر يعيش فيها نسل التكاثر اللا جنسي. لان احنا قلنا نسل التكاثر اللا جنسي ماله بيبقى اكثر عرضة ها للهلاك. فعشان كده بيحب الظروف الايه، ظروف مناسب. مناسبة. الظروف المناسبة دي أكتر وقت مناسب لحشرة المن بالنسبة لها بتحبه فصلي الربيع والصيف. دول بالنسبة لها ظروف مناسبة. في حالة الظروف الغير مناسبة وقتها هتروح تعمل نسل يقدر يقاوم الهلاك شوية، اللي هو نسل تكاثر جنسي. يبقى أنا عندي في ملكة النحل كانت بتعمل الجنسي واللا جنسي الاتنين يكملوا بعض.
في حشرة المن بتعمل اللا جنسي منفصل عن الايه، منفصل عن الجنسي، وده في فصل وده في فصل، لكن الاثنين في ملكة النحل الاثنين ملازمين، يعني الاثنين طول دورة حياتها بنسميه توالد ذكري دائم. دائم يعني على طول بتعمله. لكن حشرة المن اسمه توالد ذكري دوري، يعني تيجي في فصل تعمل كذا وفي فصل تعمل كذا، دوري. خلاص. طيب هنا بالنسبة لها الظروف الغير مناسبة حشرة المن اللي هي فصل الشتاء، وفصل الخريف ده بيبقى زي حالة خمول كده، يعني مش بيتم فيه إنتاج نسل. خلاص. طيب بتعمل إيه بقى هي؟ لو تكاثر لا جنسي يبقى كده هي فرد أبوي واحد ولا فردين غالبا، يعني واحد. ها؟ واحد. أبوي. هي هتكون وقتها الفرد الأم بس. هنلاقي إن أنثى حشرة المن تو إن. أنثى حشرة المن إيه؟ تو إن. تعمل إيه بقى الأنثى دي؟ بتروح عندها اختيارين، يا إما تعمل انقسام ميتوزي وتطلع البويضات بتاعتها، يا إما تطلع البويضات بتاعتها بانقسام ميوزي. لكن حشرة ملكة النحل ما كانش عندها غير خيار واحد اللي هو ها ميتوز. ميتوميوزي. ميوزي، تطلع البيضات بالميوزي بس، وقلنا دي كانت حالة شاذة. تمام. لكن دي على حسب الفصل هتعمل يا اما ميتوزي يا اما ميوزي. طيب لو هي 2 ان وعملت ميتوزي يبقى البويضات اللي هتطلعها هتبقى عبارة عن بويضات ها تو ان. وين. 2 ان زي ما هي. هذه البويضات خلاص 2 ان ينفع نقول ان هي هتتخصب ولا كده كأنها مخصبة كأنها لأنها مخصبة. خلاص. إنها يبقى مخصبة. وقتها هيحصل ايه؟ نمو على طول، وقلنا نمو يعني انقسام. ميوزي. ميتوزي. ميتوز. ميتوزي، نمو يعني ميتوزي. فهيروح يديني افراد 2 ان. فاكرين لما قلت لكم المسؤول عن التنوع في النسل او في الاجنه الجديده المسؤول عنه مين؟ ميوزي. الذكر. صح. المسؤول عن لا، قصدي ان يطلع ذكر او انثى، مش التنوع الوراثي، تنوع النسل. انقسام ميوزي. فالمسؤول عنه الاب. صح. هل هنا الاب شارك؟ لا. 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 فهل هنا هيتنوع لذكور واناث ولا هيبقى نوع نفس واحد؟ نوع واحد. نوع واحد مطابق للي انتجه. فوقتها هتديني افراد ايه 2 ان اللي هم عباره عن اناث ها فقط، كلهم يبقوا اناث بس، وكلهم مطابقين للانثى اللي انتجتهم. ما هم هيجيبوا التنوع منين؟ ما التنوع لازم يسبقه ميوزي، وده كله ميتوزي. خلاص. طيب يجي بقى فصل الشتاء، تروح الاناث دي تروح تعمل بقى ايه؟ انقسام ميوزي، وتروح تطلع لي بويضات كام ان بقى؟ تو ان. إن. ان. ان عشان ده ميوزي. تطلع بويضات ان. بويضات ان بقى دي يحصل لها تخصيب، وتروح تديني بويضات مخصبة ها كم ان؟ تو بقى. 2 ان. هنا في تنوع وراثي هيحصل ولا لا؟ أيوة. ها؟ ايوه في، لان سبقوا ميوزي وفي تخصيب حصل وفي مشاركة من المذكر، يبقى وقتها هيحصل تنوع وراثي، وهنروح نلاقي ذكور الناس. وإناث. والاتنين دي 2 ان وده 2 ان. ركزوا كويس عشان بيجيب لكم قوي الاختلافات ما بين حشرة المن ومملكة النحل. طيب لو جيتوا ركزتوا من شوية، مش احنا قلنا اللا جنسي يتميز بثبات وراثي؟ مم. دي هنحطها تحت شرط ان اللا جنسي يتميز بثبات وراثي لو كان بيعتمد على ميتوزي. ممكن لا جنسي بس اعتمد على ميوزي، وقتها يحدث تنوع وراثي مش ثبات وراثي. زي لسه خدينه من شوية، الملكة لما عملت لا جنسي وما شاركهاش حد، طلعت إناث ولا ذكور؟ ذكور. ذكور. ذكور، على الرغم من ان هو لا جنسي ومحدش شاركها. طب جابت التنوع منين؟ عشان اعتمدت في انتاج بويضات على انقسام ما ميوزي. يوزي، ميوزي. والميوز يؤدي إلى تنوع وراثي. فلو جنسي واعتمد على ميوزي يؤدي إلى تنوع وراثي، لو لا جنسي واعتمد على ميتوزي يؤدي إلى ثبات وراثي. فأنا هنا عندي بصوا كان لا جنسي بس اعتمد على إيه؟ ميتوزي. ميتوزي. ميتوزي، راح طلعت إناث زيها بالظبط.
لكن في مملكة النحل كان لا جنسي وأنتجت بويضاتها بالماء يوزي. فوقتها لما طلعت ذكور، على الرغم ان هو تكاثر لا جنسي. دي بتيجي في الأسئلة كتير، يقول لك ايه؟ على الرغم، صورة من صور التكاثر اللاجنسي، على الرغم من ان هي لا جنسي وادت لتنوع وراثي، هتقولوا انتاج الذكور في مملكة النحل ناتجة من تكاثر لا جنسي وتختلف وراثيا عن الام اللي انتجته. تمام. طيب لما تيجوا هنا للإناث، ممكن يكون ليها ام بس، وممكن يكون ليها ها ام أم وأب. واب. فيجي يسألك سؤال يقول لك ايه؟ دائما ما تحتاج إناث حشرة المن لوجود أب؟ لا. 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 لا ممكن الأم غالبا. بس تنتج إناث. ممكن الأم بس تدي إناث. يبقى مش شرط في كل مرة لازم يكون أب. طيب لما أقول لك بقى ذكور حشرة المن إنتاجها دائما يحتاج لوجود أب؟ أيوه. أيوة، أيوة. لأن الذكور لا يتم إنتاجها إلا من بويضات مخصبة. بما إن بويضة مخصبة يبقى في أب استخدم. خلاص. طيب يعتبر لحد دلوقتي كل الإناث اللي واخدينها 2N، الملكة والشغالة وأنثى حشرة المن، بس مش كل الذكور 2N. ذكور النحل ها إنه N واحدة، وذكور حشرة المن 2 ايه 2N. خلاص يا شباب. تمام. في أي استفسار لحد دلوقتي في التولد البكري الطبيعي؟ ها تمام. طيب نبدأ بقى نشوف التولد البكري الصناعي. الإنسان طبعا ما شاء الله عليه ما بيحبش يسيب حاجة. دي كائنات أصلا ما كانتش بتتكاثر بالطريقة دي. بمعنى إيه؟ إن هي كانت بتتكاثر بطريقة تكاثر جنسي بالأمشاج عادي، وراح جه الإنسان اتدخل. الإنسان طبعا اتدخل في حالتين أو في كائنين. اتدخل طبعا في الضفدع، واتدخل في نجم البحر، واتدخل في بعض أنواع القشريات زي الجمبري. من شوية الجمبري ده كان بيعمل إيه؟ هو ونجم البحر تجدد. تجدد. بيعملوا تجدد، بس كان الجمبري التجدد بتاعه بيعوض أجزاء إيه؟ مفقودة. أجزاء مفقودة. مفقودة كان لما دراع منه بيتقطع زي هو زي السلمندر كده. لكن مم. نجم البحر كان لما بينتج يتقطع فرد دراع جديد. منه مع قطعة من القرص الوسطي كان بيعمل بيها ينتج فرد تقاطع، جديد. ينتج أفراد فرد جديدة. جديد. ينتج أفراد جديدة. برافو عليك. وراح عمل برضو الكلام ده مع بويضات أنثى الأرنب. انا ليه عملتهم كده الاتنين في صورة مقارنة؟ عشان هيجي يقول لك هو ايه الفرق في الخطوات، السؤال بتاعه في الامتحان. الضفدع ونجم البحر والجمبري، الكائنات دي كلها كائناتها بنسميها بيتم تكوينها في بويضات خارج جسم الأم. يعني مش بيتكونوا في الرحم. عارفين زي الفراخ كده؟ الفرخة بتبيض مم. والبيضة بتفقس براها والجنين بيتكون جوه البيضة. لكن الفرخة ما بتقعدش حامل وبعدين بتولد، مفيش كده صح؟ فأنا عندي الكائنات دي كلها بيعتمد تكوين الأجنة فيها على تكوين خارجي، بيبقى تكوين جنيني خارجي بره الجسم. فوقتها ايه اللي حصل؟ جه الانسان وراح خد البويضه، وقلنا الكائنات دي 2N، وهي كانت المفروض مظبطه نفسها ان هي تعمل تكاثر جنسي، فهتروح تنتج امشاج كلها ايه؟ N إن. المفروض، علشان هتندمج مع المشيج المذكر. فكده لما ناخد بويضه من اي كائن من دول هنلاقيها احاديه المجموعه الصبغيه. صبغية. ما ينفعش البويضه دي اللي هي N تديني افراد غير لما تبقى في صوره كام N؟ إن. 2N. لازم تتحول ل 2N، لان طبيعه الكائن ده كان اه. معتمد ان مشيج مذكر يندمج مع مشيج مؤنث وتبقى زيجه 2N ويدي فرد. يبقى الصوره دي مش هي اللي بتدي افراد. راح جه الانسان قال لك ايه؟ يعني هو عشان ينتج افراد محتاج يكون 2N. طيب انا هحاول بطرق عديده وحاجات في المعمل ان انا احوله ل 2N. راح عمل ايه الانسان؟ راح الانسان عرضه لعوامل. راح جاب حاجه اسمها راح للنواه. النواه دي المفروض اللي هي فيها الماده الايه؟ الماده الوراثيه صح؟ الماده الوراثيه دي لو حصل لها تضاعف يبقى الان هتتحول الى تو إن. سؤال.
2N، فتبقى كده البويضة كأنها خصبت، لكن فعليا هي لم لم تخصب. تخصص. راح جه الإنسان قال لك خلاص، يبقى أنا هشتغل على المادة الوراثية اللي في قلب النواة، وأحاول إن أنا أعرض النواة دي لعوامل يروح يحصل خلل في مادتها الوراثية تروح تتضاعف. راح الإنسان عمل إيه؟ عمل للنواة دي وخز في الإبر، وعرضها لصدمات حرارية، ده أو ده أو ده، مش لازم يعملوا كله، دي كلها عوامل. أو ممكن يعرضها لصدمات كهربية، وممكن يعرضها لإشعاع بس بدرجة محدودة ما تموتش الخلية، ما تموتش البويضة، تمام؟ أو تتعرض للأملاح. عشان كده بنلاقي إن ممكن نجم البحر أصلا ممكن بويضاته لما ياخدوها مع شوية من مية البحر ويعملوا لها رج كده، يرجوها مع مية مالحة، ممكن البويضة مادتها الوراثية تتضاعف وتبقى بويضات 2N عادي. أول ما عملوا العوامل دي راحوا لقيوا إن البويضة اتحولت فعلا ل 2N. راحوا رموا البويضات 2N دي في الوسط اللي كانت فيه، سواء بقى جمبري أو نجم بحر أو ضفدع، كلهم حضرتك يا بيرموا مس في المية. قلتي نجم البحر لازم يكون المية عذبة. لا، نجم لا، البحر ده البراناريا. البلاناريا هي اللي عذبة. دودة البراناريا. ده اسمه بحر، نجم بحر، يعني مش بيعيش غير في البحار، والبحار ذات مياه مالحة. ماشي ماشي، أنا مش مركزة أوي. تمام. دي البلاناريا هي اللي كانت عذبة. خلاص طيب. فوقتها راحوا حطوها في الوسط اللي كانت فيه، لان هي كده كده بتتكون بره جسم الام. لقينا ان البويضات دي كلها طلعت افراد جديده عادي. بس الافراد الجديده وقتها يا شباب تتخيلوا ان هي هتكون متنوعه الجنس ولا اناث فقط؟ الناس فقط. برافو عليكي، اناث فقط، لان كل اللي حصل ايه؟ ان الان عملت كوبي منها، ومفيش اي انقسام ميوزي حصل. وقلت لكم لازم في ميوزي يحصل عشان نقول في جنس حصل له تنوع. فكده وقتها ده كده التولد البكري الصناعي، وقتها هيؤدي الى انتاج اناث فقط. طيب نيجي بقى هنا، احنا عارفين ان الارنب بيولد ولا بيبيض؟ بيولد. بيولد. يلد دي يعني معناها ان اجنة الارانب بتتكون فين؟ في داخل الرحم، الجسم. صح؟ مم. يعني المفروض ان انا بعد ما اعمل التجربة دي، الفرق بدل ما ارمي البويضات في الوسط اروح احقنها فين تاني؟ اروح ارجعها تاني في الرحم، واروح اخد البويضات. قلنا ان الارنب كان متعود ان هو يعمل تكاثر جنسي بالامشاج، فكانت الانثى بتطلع بويضة ان، وكانت متعودة ان البويضة دي تندمج مع حيوان منوي ان. فهناخدها البويضة وروح نعرضها لعوامل، قلت لكم يا اما اشعاع، يا صدمات حراريه، يا صدمات كهربيه، يا مواد كيميائيه، يا رج في ميه مالحه. وقتها هنلاقيها اتحولت لبويضه كام ان؟ 2N. خدوا البويضه 2N دي هيروحوا يرجعوها بقى في الرحم، ده اللي هو حقن مجهري، وهتاخدوه بالتفصيل بعد الدرس اللي بعد الجاي. حقن مجهري، تمام، في رحم الانثى تاني عشان هي بتولد، الاجنه بتتكون اصلا جواها مش براها. لقينا بعد شهر الانثى دي ولدت إناث كوبي منها، مطابقة ليها تماما في الشكل خالص، بس حجمها طبعا صغير 2N، لأن مفيش أصلا أي ميوزي بيحصل أثناء العملية دي، ومفيش أي مشاركة من الذكور، فوقتها مفيش أي تنوع هيحصل. يبقى كده لو جينا ركزنا هنلاقي التوالد البكري الصناعي دائما ما يكون نسله إناث. إناث فقط. لكن التوالد البكري الطبيعي ممكن يكون ذكور زي ما حصل في في الماء. نحل العسل. لا، النحل فلكة العسل. نحل العسل. وممكن يكون توالد بكري طبيعي ويديني إناث زي اللي حصل عند حشرة في النمل. الماء. مم. خلاص يا شباب، ده الفرق ما بين توالد بكري طبيعي وتوالد بكري صناعي. خلاص يا شباب. طيب اخر حاجه، ومش هتاخد مننا حاجه خالص، وهيبقى كده هتاخد مننا 5 دقايق بالظبط، وهتبقى كده الدرس ده خلص. اخر صوره من صور التكاثر اللاجنسي وهي صوره زراعه الانسجه. زراعه الانسجه دي بقى ايه اللي بيحصل فيها؟ زراعه الانسجه ان احنا صوره دي من صور، طبعا دي صوره مستحدثه يعني برضو من صناعه الانسان، هي ما كانتش.
النبات اصلا اكثر صور التكاثر فيها تكاثر جنسي بالامشاج، وده هنشوفه. فجه الانسان وراح عمل صورة زراعة الانسجة دي، وهي صورة تكاثر لا جنسي. طب ليه هو عمل كده؟ اكيد اللا جنسي عشان هو عارف ان هو بيعمل ثبات وراثي، هو مستخدمه الغرض. قال لك ايه؟ ده انا عندي نبات عنده مميزات ممتازة وسلالة ما حصلتش، انا مش عايز اي صفة في السلالة دي تتغير، فوقتها انا هروح استخدم صورة تكاثر تؤدي الى ثبات وراثي علشان الصفة دي تفضل ما تختفيش، لان ممكن التنوع الوراثي يؤدي الى اختفاء صفات معينة وظهور صفات جديدة. فممكن تكون الصفة دي صفة مرغوب فيها. بمعنى ايه؟ ان مثلا يكون مثلا طبيعة جزر بيبقى بحجم كبير، فكده معناها ان انا لو رحت خليته يعمل جنسي، فممكن الكائن اللي تزاوج معاه يبقى طبيعته حجمه صغير فيديني نباتات حجمها صغير. ممكن يكون نوع الجزر ده هو طبيعته ان هو بيقاوم فيروس معين او فطر معين، يعني نلاقي ان هو اول ما الفطر ده يجي صاب انواع الجزر التانية والنوع ده لا، فده كده معناه عنده خاصية مقاومة الفطريات. وهقول لكم بعد كده لما ندخل في الدي ان ايه الخاصية دي بيجيبوها ازاي. خلاص. فوقتها انا مش عايز الصفة دي تروح، يبقى انا عاوز اعمل له ثبات وراثي، فخليه يعمل تكاثر لا جنسي بزراعة الأنسجة. ايه هو زراعة الأنسجة دي؟ زراعة الأنسجة دي عبارة عن إنماء نسيج حي. بصوا ليها شروط بقى. احنا نعمل نمو، شرط يكون نسيج حي، يبقى ده أول شرط. يبقى ما ينفعش اروح اقول لك انماء لخلايا سكالرنشيميه او خلايا فلينيه، لان دي عباره عن خلايا ايه؟ ها؟ غير ميته، حي. غير حيه. ينفع انا اروح استخدم خلايا غير حيه في زراعه الانسجه؟ لا. يبقى نركز، يبقى انشاء انماء يعني نعمل له نمو نسيج حي في وسط غذائي مناسب. يبقى لازم الوسط ده يكون وسط غذائي مناسب. يعني ايه؟ يعني يحتوي على مواد معينة. ايه هي؟ مغذيات صغرى زائد مغذيات كبرى، اللي انتوا اخدتوها السنة اللي فاتت، اللي هم عبارة عن فوسفور ونيتروجين وكبريت ونحاس، الحاجات اللي الكائن النبات بيستخدمها علشان يعمل ايه؟ يعمل نمو. زائد ان الوسط لازم يكون فيه هرمون نباتي عشان يعمل له نمو، لان هو كده وقتها انا هاخد حتة النسيج. هل النسيج الحتة اللي خدتها دي فيها قمة نامية؟ ما فيهاش. فانا وقتها مضطر ان انا احط الاكسجينات جاهزه في الوسط. خلاص. يبقى دي شرط، ده تاني شرط. تالت شرط ان يكون النسيج الحي يحتوي على المادة الوراثية الكاملة للنبات، يعني الخلايا دي تبقى خلايا 2N. يبقى أنا لو أي شرط من دول لازم التلاتة يتجمعوا، التلاتة مع بعض. لو اي شرط فيهم اتشال وقتها النبات مش يعني النسيج ده مش هينمو الى نبات كامل. يبقى وقتها لو اتحققت الشروط دي النسيج ده سينمو الى نبات جديد كامل مطابق للي احنا اخدنا منه النسيج. نسيج دي يعني ايه؟ يعني مجموعة مجموعة خلايا. النسيج الواحد مهما كانت خلايا، يعني ممكن يكون نسيج من 20 خلية، النسيج الواحد ينمو لكائن واحد. نسيج من خليتين ينمو لكائن واحد. نسيج من 5 خلايا ينمو لكائن واحد. خلاص. يبقى النسيج الواحد مهما كانت مجموعة خلايا ينمو لكائن واحد. فأنا لو قلت لك نسيج من خلايا سكالرنشيمية تم وضعه في وسط غذائي مناسب وكان يحتوي على المادة الوراثية الكاملة، هل هينمو لكائن جديد؟ لا. طيب. لا، لأن شرط النسيج الحي راح منه. لو جيت قلت لك حبة لقاح، حبة لقاح ده المشيج المذكر في النبات يعني إن تم وضعها في وسط غذائي مناسب، حبة اللقاح حية وضعها في وسط غذائي مناسب، بس مشكلتها ان هي مش محتوية على المادة الوراثية الكاملة. تمام. طيب لو جيت قلت لك خدنا نسيج حي يحتوي على المادة الوراثية الكاملة وتم وضعه في لبن بقري، هل اللبن البقري فيه أكسجينات؟ لا.
لا. لا، يبقى كده الوسط الغذائي الشرط بتاعه راح. طيب، حد هيسألني يا مس طب هو البذرة، ما البذرة دي نسيج حي، انا بحطها فين؟ بحطها في التربة، صح؟ طيب لما انا حطيتها في التربة وقتها هي قدرت ان هي تنمو ازاي على الرغم ان انا سقياها ميه ومش حاطه لها اكسجينات؟ ان البذره اصلا هي تحتوي على اكسجيناتها الخاصه، يعني هي البذره جواها اكسجينات. فلما انا احطها في التربه هتعمل تنفس خلوي وتبدا تكون جذور تسحب بها المغذيات الصغرى والمغذيات الكبرى من الارض، لحد ما تبدا تكون قمم ناميه وبراعم وتبدا تنتج بيها اكسجينات. خلاص، يبقى عشان كده البذرة على الرغم من ان انا بحطها في التربة وحاطط فيها مية، مش حاططها في وسط غذائي مناسب يحتوي على مغذيات صغرى وكبرى زائد اكسجينات، الا انها تنمو لان هي جواها الاكسجينات بتاعتها. خلاص. طيب، ايه بقى الخطوات بتاعتها؟ طبقوها على نباتين، طبعا المقرر نباتين لكن هي اتطبقت على نباتات كتير. المقرر عليكم الجزر والطباق. كل نبات طبعا بيكون ليه نسيج معين خاص بيه نقدر ان احنا ناخد منه قلنا كل نبات نقدر ان احنا ناخد منه من حتة معينة، بس المهم ان هو يتوفر فيها ان هو يكون نسيج حي ومحتوي على مادة وراثية كاملة. طيب، طبقوها طبعا في نبات الجزر، طبقوها على الجزء الذي يؤكل منه اللي هو الجدر بتاعه، الصقر المختزنة بتاعته. فوقتها ادي نبات الجزر اهو، ورحنا اخدنا من نبات الجزر ده هو تمام حته هنا حته كده، حته دي يعني نسيج كده، والحته دي رحنا خدناها حطيناها في وسط غذائي مناسب. لقيوا ايه بقى؟ ان انسب وسط غذائي لقيوه محتوي على مغذيات صغرى ومغذيات كبرى واكسجينات، وقتها لقيوه لبن جوز الهند. لبن جوز الهند، يبقى احنا الوسط ده اللي حاطين فيه لبن جوز الهند، وده اسمه عبارة عن وسط غذائي شبه طبيعي، لان هم اخدوه وضافوا عليه شويه ايه، شويه مكونات تانية. تمام، او زودوا المكونات فيه شويه، يعني هو ما خدوش كده على طبيعته، لا لعبوا فيه، فهو طبيعي ولعبوا فيه فسموه شبه طبيعي. فاخدنا النسيج دهوت اللي هو من نبات الجزر ورحنا حطيناه فيه لبن جوز الهند، ورحنا قعدنا نلاحظه. لقينا ان النسيج دهوت بدأ ينمو الى بادرة. يعني ايه بادرة؟ يعني بداية النبات، يعني بدأ يطلع بداية جذور كده كده كده، وبداية ايه، وبداية زي ساق كده. تمام، دي كده اسمها ايه، اسمها بادرة. خلاص. ولقيوا بقى ان البادرة دي خلاص بما ان هو طلع جذور وطلع ساق، يبقى هيقدر يسحب مغذيات صغرى من التربة ويسحب مغذيات كبرى، والساق هيقدر ينتج ايه، ينتج اكسجينات. يبقى اللحظة دي هو هيقدر يستغنى عن الايه، عن الوسط الغذائي، وخصوصا ان الانبوبة دي خلاص مش هتكفيه. فنقدر بعد كده بعد ما يتحول النسيج إلى بادرة، ده كان نسيج تحول إلى بادرة يعني بداية نبات، نقدر إن احنا ننقله ونعمل على زراعته في تربة مناسبة. صعبة دي؟ طيب، الجزراية اللي طالعة دي بقى هتبقى كوبي من الجزراية اللي خدنا منها النسيج، نسخة منها بالظبط، بس حجمها أصغر وتكبر تدريجيا طبعا. تمام؟ طيب، تقدر الجزرايه اللي احنا طلعناها دي الجديده نقدر نعمل بيها زراعه انسجه برضه. طيب، افرض ان بعد ما البادره حصل لها نمو جدت ظروف والتربه باظت. التربه اللي انا المفروض هنقل ليها البادرات، ما انا عندي بادرات كتير مش هعمل بادره واحده، باظت، حصل فيها مشكله بقى، اتكبت فيها ماده كيميائيه، المهم الارض اللي كنت مظبطها حصل فيها مشكله. هل في اللحظه دي بقى انا هرمي البادرات دي، ولا المفروض انا مضطره احافظ عليها لحد ما التربه تتظبط؟ المفروض احافظ عليها لحد ما التربه تتظبط. احافظ عليها ازاي؟ الحاجه اللي تحافظ على النسيج حي لسنوات وبعد كده لما نيجي نستخدمها بتبقى تمام وما فيهاش اي حاجه، حاجه اسمها النيتروجين المسال، اخدتوه في الكيمستري. النيتروجين المسال ده عباره عن ماده كيميائيه او غاز بنقدر ان احنا نستخدمه
علشان نحافظ على النسيج حي لسنوات عديدة في درجة حرارة تحت الصفر. فأنا بالبادرات دي بقدر أحطها في النيتروجين المسال لحين تحسن ظروف التربة، وأبدأ أنقلها بعد كده للتربة عادي ومش هيبقى حصل لها أي حاجة. طيب العملية دي طبقوها برضو على نوع من أنواع النباتات تاني اسمه نبات الطباق، بس وقتها خدوا حتة من الورقة وبرضو حطوها في لبن جوز الهند وتحولت لبادرة نبات الطباق، وبعد كده ياخدوا البادرة دي يزرعوها في التربة. أهم الأهداف الأساسية لزراعة الأنسجة هو إن إحنا نحافظ على سلالة معينة من إن خصائصها تتغير، لأن إحنا لا جنسي يعني ثبات وراثي. اكبر هدف من زراعة الأنسجة مش الحاجة دي، مش ان احنا نحافظ على نسلها، لا، ان احنا نعمل حل لمشاكل الغذاء. بمعنى ايه؟ تخيلوا الجزراية دي، انا لو فتفتها مثلا 100 فتفوتة، تقدر الجزراية الواحدة ان هي في وقت قصير تطلع لي 100 جزراية، فبتخليني انتج الحاجة بسرعة، فبالتالي بتخلي لي اسد مشكلة الغذاء، ان في مشكلة تكون حاصلة في الغذاء والمحصول ده عايزينه بوفرة والكلام ده كله، فلازم يكون انتاجه سريع. فده اللي بيحصل، او ده الهدف الاساسي من زراعة الانسجة، ان احنا نحل مشاكل الغذاء وان احنا نزود نزود المحصول في فترة قصيرة. حد هيقول لي يا مستر يعني هو ده بيحصل بسرعة؟ تخيلي احنا كنا المفروض بنحط البذرة ونستناها فترة، البذرة دي بتبدأ تحصل لها نمو تدريجيا إلى نسيج، والنسيج ده هيبقى بادرة. فاحنا وفرنا علينا يعني الفترة اللي بتاخدها البذرة للنمو، حتة زراعة البذرة وإنبات البذرة دي وفرناها. احنا جبنا وصلنا لمرحلة البادرة على طول، يعني كأن البذرة منبتة، ورحت انا اخدها، رحت زارعها على طول. ده شبه البادرة، بتبقى شبه مين شاف شتلات بصل؟ بصل اخضر، الشتلات الرفيعة دي خالص كده، بتاع رفيعة خالص كده، أيوة. شتلات ويروحوا يحطوها كده في الارض. وقتها البادرات بتبقى شبه كده، بنلاقي النبات عامل زي فسايل صغيرة كده، بيروحوا بقى يزرعوها وتنمو بقى خلاص الى الى نبات جديد. خلاص طيب. كده خلص الدرس بتاع التكاثر اللاجنسي. إن شاء الله الحصة الجاية هنبدأ في كائنات بتعمل جنسي ولا جنسي الاثنين، وبعدين نبدأ نتعمق بقى في في الجنسي. خلاص طيب. جد صبغيات في خلية من جناح ملكة نحل العسل في خلية من جناح ملكة نحل العسل يساوي 32 صبغة. 32 صبغي كم يكون عدد الصبغيات في الحيوان المنوي؟ فكم يكون عدد صبغيات الحيوان المنوي للذكر؟ صح كده؟ 16. أيوة. 16. هقول لك بقى بتيجي ازاي عشان بس الناس اللي بتتلخبط. مبدئيا كده سيبك من اي حاجه، اول ما يقول لك ملكه يبقى انت عارفه الملكه دي كام ان 2N. 2N. طيب هو بقى قال لي جناح ملكه، يعني خليه في جسدها. جسدية. خليه في جسدها، يبقى خليه في جسدها هتفضل زي ما هي 2N. 2N، لان احنا قلنا البويضات بس اللي خارجه هي اللي بتبقى ان، فكده جناح ملكه 2N، يبقى جناح الملكه 2N ده بكام؟ 32. 32. اي مساله من المسائل دي قبل ما تحليها بتعملي مربعين، 2N ومربع N، يبقى كده الN بتساوي 16. 16. 16. طيب الذكر، لو قلت لك خليه بقى في جناح ذكر، انا هسألك انا سؤال تاني مختلف، الذكر اصلا كان كام N؟ N. واحدة. N واحده، جناحه ده يعني خليه جسديه فيه، يبقى يبقى N. يبقى جناح ذكر مثلا 16. 16. المفروض اللي كان شائع واحنا بننتج الامشاج بنعمل انقسام ميوزي، صح كده؟ أيوة. طب الحصه اللي فاتت فاكره لما قلت لك ان مفيش حاجه اسمها نص ان؟ أيوة. أيوة. يعني ما بيحصل حاجة ينفعش اسمها الان تعمل، يعني ما ينفعش الذكر اللي جسمه ان يعمل ميوزي، فوقتها هيضطر ان هو يعمل ايه تضاعف. ميتوزي، مش هيعمل تضاعف.
الذكر جسم الذكر ما بيعملش تضاعف، الخلية اللي جواه اللي هي هتنتج أمشاج هتروح تعمل ايه؟ هتروح تعمل انقسام يعني ما هتعمل تضاعف وبعدين تقسم. فانت لو التو ان لو الان عملت لها تضاعف هتبقى 2 ان على 2 هيبقى ان. يبقى كده كل السبرم اللي خارجه هتبقى ايه؟ ان الحيوانات المنويه اعتمادا على انقسام ميتوزي. يبقى انا ذكر نحل العسل بينتج بويضاته بالانقسام الايه؟ حيواناته المنويه بالانقسام الميتوزي. فوقتها كده هنلاقيهم كلهم ايه؟ واحدين المجموعه الصبغيه زيه. خلاص. طيب يبقى انا كده لما اجي اقول لك عباره يتم إنتاج جميع الأمشاج بانقسام ميوزي، دي غلط. بصوا بتعتمد على إيه؟ ممكن ميوزي وممكن ميتوزي. لو كان الفرد الأبوي 2N هيعمل ميوزي ويدي أمشاج N. لو كان الفرد الأبوي في الأساس N هيعمل ميتوزي علشان يحافظ عليها زي ما هي ان، لان الامشاج معظمها ان مش كلها. ايه معظمها ان مش كلها؟ عشان لسه من شويه واخدين ايه؟ حشره الايه؟ المن طلعت بويضات بالانقسام الميتوزي 2 ان، على الرغم من ان هي فرد ابوي 2 ان اللي هو عمل ايه؟ ميتوزي مش ميوزي، عشان هو هيعمل ايه؟ هيعمل تكاثر لا جنسي. خلاص يا شباب. فانا ماشي. مفيش قاعده ثابته، غالبا اول ما يجيب لك في الامتحان كلمه دائما شكي فيها. خلاص. مم. خلاص حد عنده اي سؤال تاني؟ يبقى احنا كده الحيوان المنوي يا هايدي هيكون 16، لان وقتها عشان الفرد الابوي ان عشان ينتج بويضاته هيعمل ميتوزي ويدي ايه؟ ويدي عشان ينتج امشاجه وهيدي حيوانات منويه ان. تمام. ها خلاص يا شباب. طيب موعدنا بقى باذن الله تعالى يوم الثلاث، وتمتحنوا باذن الله قبل ما تدخلوا الحصه.